زمان كانت الحكاية تبدأ من رنة راديو قديم وصوت يحكي ويسافر بين القلوب. هنا نرجعك للذكريات بصوت أوضح وإحساس أدفى. حكايات راديو زمان، مسلسلات إذاعية تعيش معاك. اشترك دلوقتي وخليك معانا في كل حكاية. سر الحارة. سر الحارة، تأليف دكتور محمد بشير صفار، إخراج خالد منيب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. الله، ايه ده يا ام محمد؟ ام محمد، ايه يا صابر؟ مالك؟ في ايه يا اخويا؟ مش عوايدك يعني تصحي من نجمة كده؟ يا راجل يا راجل، ده انت كنت لسه بين ايادي الله. طب قول كلمة حق. الا بقى اذا كان الشديد القوي. بدل يا اخويا ما تنقرز لي على الصبح كده. طب قول صباح الخير الاول. اي والله عندك حق، صباح النور على عيوني. ايه ده ايه الجمال الرباني اللي على الصبح ده؟ يا راجل وطي حسك الا العيال يصحوا. الله، هم لسه نايمين ولا ايه؟ وهيقوموا من الفجر ليه؟ امال بتعملي ايه وبتحضري لمين من ساعتها؟ مش معقول ده كله عشاني؟ ايه هو ده اللي انا شايفه من بعيد على السفرة ده؟ مش عشاننا يا صابر افندي، ما انتش شايفني مغطياه بالفوطة البيضة. امال ايه العبارة بالظبط؟ مش برضه صينية فطار ولا انا مدغشش لسه؟ لا يا اخوي، هي زي ما بتقول كده، بس دي مش علشان، دي علشان الساكن الجديد اللي طب الحارة ليلة امبارح. صاحبة واجب والله يا ام محمد. انا قلت الراجل وابنه ما معهمش حد يحضر لهم لقمة يشقوا ريقهم عليها، وزمانهم يا اخويا تعبانين من العزال والتستيف طول الليل. فشر، ما حدش في الحارة خلاهم يحطوا ايديهم في حاجة. كل واحد كان معاهم بإيده لغاية ما طلعنا العفش ووضبنا كل حاجة آخر قليصة. ربنا يخلي الجدعان. جدعان مين؟ ده كله جدعان ورجالة وصبيان وبنات، وما فيش ساعة زمن إلا والقطين كانوا جاهزين. حارة الأصول طول عمر ناسها يعرفوا الأصول. أنا كمان ما سبتهمش امبارح إلا لما اطمنت عليهم، وأنا يا دوب جاي استأذن لقيت المعلم علوان باعت لهم صينية العشاء مع واحد من صبيانه في الوكالة. أيوة يا أخويا، قالت لي الست دلال مراته الجديدة. إيه؟ شفتيها فين؟ من شباك المنظرة. مش هتبطلي تكلمي الناس من الشبابيك يا ام محمد بقى؟ يا اختي هتغير ولا ايه يا راجل؟ ده احنا كلنا اهل، والحارة سد وسكانها عشرة عمر. اهو داخل ناس غرب في الحارة، ربنا يستر بقى. بس بيقولوا الراجل طيب، ولو ما كانش كده ما كانش المعلم علوان سكله القطين اللي على السطح. ومادام الراجل كويس ابنه لازم زيه واحسن. اهو ده اللي باين منهم على كل حال، ومسيرنا بالعشرة نعرفهم على حقيقتهم. طول عمرك شكاك يا ابو محمد. شغلي في الميري اكتر من 20 سنة خلاني اشك في ضوافر رجلية، خلاني محكومش على حد الا اذا عاشرته. يعني من قعدتك معاه طول الليل ما عرفتش عنه حاجة؟ ما جاتش مناسبة كلام. قال يا خبر النهاردة بفلوس بكرة يبقى ببلاش، وما فيش حاجة تستخبى في حارة الأصول. طول عمر أهلها ما تتبلش في بقهم فولة. الله، يا خبر، خدتني في دوكة كلام منك للذي خلقك. يا اخويا مالك اتنطرت كده؟ خضتني. الوقت راح وهتأخر على الشغل، ده أنا عمري ما عملتها. هاتيلي كل حاجتك جاهزة، لبسك مكوي ومتعلق اهو، جزمتك متلمعة، طيب. وفطورك قدام عينيه. والشاي هعلق عليه على بال ما صحي محمد. الله، ما تسيبيه، عايزاه ياخد الصينية يوديها للضيف. ما تبعتي حد من العيال الصغيرين. يا دي العيبة يا اخواتي، الراجل يقول علينا ايه؟ مش معبرني وبعتلي عيل. ايوه، ما سمعتيش محمد؟ تجيبوا سيرة ليه على الصبح كده؟ يا ريتنا يا اخي كنا افتكرنا حاجة عليها القيمة كده يا ابو محمد. فاشر يا اخويا، ده محمد القيمة كلها، والحارة تحلف بحياته من وهو قد كده. طبعا، مين يشهد للعروسة؟ يا ابو عفان اللي انت عامله في الباترينا وعلى باب الحارة ده؟ الكلام ده كانش موجود الصبح وانا معدي عليك، مش كده؟ حصل. طب ايه المناسبة السعيدة بقى اللي مخلياك معلق الشخاليل والورق الملون ده كله؟ سبحان الله في امرك يا استاذ،
ده انت اخر واحد يسأل السؤالات. اشمعنى؟ لان كل ده عشان خاطر عيونك. وايه الحب ده كله؟ المرة دي مش حب، انما بقى زي ما تقول كده شرف. بنتشرف بيك يا اخي. اول واحد من الحارة ياخد شهادة، واول واحد يستوظف وظيفة كبيرة. الله، مين اللي قالك؟ انا عارفها لوحدي. انما بقى سميحة بنتي هي اللي رستني على البير وغطاه، وعلى رأي المثل قبل ما تقول وديتها. وديت ايه يا استاذ؟ هي لسه صغيرة، دي بتروح وتيجي لوحدها كلها سنة والتانية وتحصلك يا جميل وتاخد الشهادة اللي زي بتاعتك تمام. انا مش قصدي سميحة، انا بقى قصدي سميحة. هو انا طلعت من ظهر الدنيا بحد غيرها؟ انا بتكلم على الصينية. قلبك ابيض يا سيدي. وديتها وفضلت واقف على ايديهم لغاية اما فطروا، وكنت واخد لهم معايا تلقيمة شاي وشوية سكر. عملت لهم براد شاي ما حصلش. وعجبهم بقى الشاي بتاعك؟ الراجل اتكيف قوي، انما شندي ابنه ما جالوش على المزاج. ليه؟ والله علمي علمك، انما يظهر ان الولد ده مناخيره لفوق حبتين. على ايه؟ انا عارف يا جدع، اصله ما سمعش اللي قال يا مستكبر الزمن اكبر. ايوه رايح اهو، حقك عليا معلش. الله، بتكلم مين؟ الست دلال كانت موصياني اجيب لها بصل، ما افتكرتش الا لما بصيت لي بالشباك. اصلي بقى ما خافش الا بعينيا يا جدع. الله، ايه ده يا شندي؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده دلوقتي؟ ماله الكلام اللي بقوله دلوقتي؟ مش هو اللي قلته لما عثمان كان قاعد معانا على العشاء؟ ايوه فعلا. طب انهو فيهم الصح؟ الاتنين. شندي، وبعدين بقى؟ صدقني يابا، انا فعلا كنت على القهوة زي ما قلت قدام عثمان، بس مش كل الوقت. بعد شوية لفيت على كام واحد من اصحابي لاجل ما اشوف شغلانة يطلع لنا منها سبوبة. ملوش لزوم اقول الكلام ده قدام عثمان ولا غيره. هترجع للعيال اياهم؟ لا حد الله، مش كفاية اللي حصل وخلانا نهج من الحتة كلها؟ ايوه، عايزك ما تنساش اللي حصل. كان زمانك في طوكر. مع اني اتخذت غدر، ورطوني في شغلانة التهريب وكانوا مهدديني غصب عني، مش بخاطري ولا مش مصدقني. امال انا سبت الجمل بما حمل ليه؟ مش عشان تبعد عنهم وعن امثالهم، ولو اني خايف من الشغلانة الجديدة اللي كنت بتشوفها مع اصحابك النهاردة. وهو احنا لقينا حاجة؟ على مهلك لغاية ما تلاقي شغلانة حلوة ونظيفة. وديني من بكرة راجع الوكالة مع المعلم علوان، ونوايا تسند الزير. ولا ايه يا شندي؟ شندي، سرحت في ايه؟ لا ابدا. لا، ده انا ابوك وفاهمك كويس، وعارف لما تسرح وتساهم كده يبقى دماغك فيها ايه. ما تخافش يابا، اللي في دماغي المرة دي حاجة كبيرة قوي قوي. ايه، خبطة من اياهم على رأيك؟ لا، دي خبطة ولا كل الخبطات. شندي، انا خايف عليك يا ابني ومش مستغني عنك. قلنا ما تخافش. الله، اللعبة المرة دي هتكون في السليم، وفي السليم قوي، وهنا في الحارة. ابعد عن اهل الحارة الطيبين دول. ما هي دي حلاوتهم، طيبين قوي اكتر من اللازم. وايه اللي هتعمله؟ اللي ما قدرتش اعمله في ايها حتة هعمله هنا. ده انا حوريهم اللي عمرهم ما شافوه. امال كنت فين طول الوقت ده كله؟ عند المعلم علوان. هو بعافية هو راخر ولا ايه؟ ابدا، اهو زي الفل وصحته زي البوم، بس كان عنده مشكل عايز يسألني فيه. اوعى يكون عايز يتجوز التالتة. لا يا ستي، هو مبسوط قوي مع الست دلال، ما لحقش يزهق منها زي الاولانية. امال مشكل ايه يا اخويا لا سمح الله؟ عايز يرجع الاولانية؟ اديني فرصة اتكلم يا ام محمد. قول يا اخويا. الواد شندي الساكن الجديد اللي عنده، ايوه، يظهر انه واد جدع قوي وكلامه يملى المخ تمام، لدرجة انه قلب نافوخ المعلم نفسه. طب وانت ايه اللي وداك عنده الاول؟ وانا رايح ازور محروس، قابلني الواد قرقر وقال لي اكلم المعلم. طبيت عند المعلم، لقيت شندي قاعد قدامه ماسك ورقة وقلم
وعمال يحسب له يمين وشمال. كلام كبير قوي يا ام محمد، ما فهمتوش في الاول. وبعدين الواد خد باله وفقس ان علوان باعت لي، فتح الموضوع من اول وجديد. قال ايه؟ عايز يعمل مشروع. تجارة ما تعرفي، سمسرة ما تعرفي، انما المفيد في العملية كلها المكسب. شفتي بقى؟ مكسب ايه؟ انت قلت حاجة؟ ما هو برضه ما قالش حاجة، انما كل اللي طلعت بيه من القعدة ان الحارة كلها هتشترك معاه في المشروع ده. كله باللي يقدروا عليه ربنا، والربح مضمون. القرش يكسب قرش والجني يكسب جني، وانت بقى وقدرتك كده هو الجني يكسب جني. ده في الاول بس، وبعدين لما العملية تمشي والامور تتدور ممكن يبقوا 2 و3. عجايب. طب شندي ده من اصله بيشتغل ايه؟ في اعمال السمسرة يا ام محمد. سمسرة بيوت، عربيات، اراضي، كافة شيء ممكن يتاجر فيه وياخد حقته منه، وايده نظيفة ورجله نظيفة. وده اللي مخليك مساهم وسرحان يا صابر يا اخويا؟ ما خبيش عليكي، مع اني ما فهمتش قوي اللي بيقوله، انما الواد واكل عقلي. الارباح اللي بيقول عليها تلف الدماغ. وعايز تعمل ايه بالمفتشر كده يا صابر؟ ايه هو انا حلت ايه عشان اعمل حاجة؟ اهو اللي حلته عمل، واللي معاه كعوب يلعب. المعلم علوان لما لقى كلام شندي دخل مخي هيفتح له أوضة على الشارع ويعملها له مكتب ببابين، باب على الشارع وباب على الحارة. وهيشاركوا طبعا بالنص. ده لازم علوان مالي ايده منه تمام. ويظهر انها كانت معرفة قديمة. وعصفور ابو شندي شغال معاه في الوكالة. حاكم علوان عنده كم مغازة زي ما انت عارفة، وعصفور واقف له في واحدة منهم. ام محمد انت كمان سرحتي؟ قومي سخان الشاي اللي برد. قصر الكلام، اسيب الباترينا ده شيء مستحيل. مستحيل تقف معايا هنا في المكتب تقعد فيه لما اكون غايب في شغل كده ولا كده؟ مش يمكن ربنا يفتحها في وشك وتشاركني يا اخي؟ اشاركك في ايه؟ هو انا عارف انت بتعمل ايه عشان اشاركك؟ بعمل بيزنس. ويطلع ايه البيزنس ده؟ وهو فين؟ ما انت بلاقاف يا قاعد اكال بطال بقالك اسبوعين. ايه اللي ما شفتش بيزنس ده؟ هنتفق، وحياتك عندي هنتفق. انا لا يمكن اسيب راجل خفيف الدم زيك كده يبعد عني، لازم تشتغل معاه. ولو اشتغلت معاك هبقى خفيف العقل. الله، ازاي الكلام ده يا ابني؟ الباترينا دي روحي وحياتي، ما اقدرش اسيبها يا جدع. طب لما اسيبها اشكي اوجاعي لمين؟ ابص لنفسي فين غير في الازاز بتاعها؟ يا عم سيبني في حالي مال. طب انا عندي فكرة. او بالله واشرب ميتها، دستورك. خليك معايا بس شوية، ما تكسفنيش بقى امال. ماشي معاك يا سي شندي. نعمين؟ هجيب لك فاترينا تاني. يا عم سيبني بقول لك. ما انت مش عارف الفاترينا التانية هتبقى ازاي؟ ولا عايز اعرف. هعملها لك بنور في بنور، واملاها لك بضاعة مستوردة من اللي قلبك يحبها. انا قلبي ما يحبش غير الباترينا دي ووقفتي على باب الحارة. قلت ايه؟ قلت خليك على ما انت عليه، وهو الصغير بيكبر، وبنتك بكرة يبقى لها طلبات مش هتقدر عليها. أظن وقتها هتقول لها على رأي المثل، العين بصيرة والإيد قصيرة. سكت ليه يا أبو عفان؟ يا جدع بقول لك كلامك حلو بس مش فاهمه. لا يا عم عثمان، انت اللي مش عايز تفهمه. ومع كل من الأول عشان الحبايب. طب قفل دلوقتي وبعدين لنا كلام تاني. الله، رايح فين؟ اصل سي محمد افندي صابر واقف هناك عند الباترينا، ويظهر انه عايزني في بيزنس هو كمان. خلينا بقى في المفيد. اشرب القهوة قبل ما تبرد. ايه بقى اللي انت عايزه منا يا معلم علوان؟ من غير كتر كلام، ما دام الموضوع انت عارفه، انا عايز اخد رأيك. عمرك اطول من عمري. يعني ايه يا جدع؟ يعني انا كنت عايز استفسر منك عن الواد ده وابوه واصله وفصله. ابوه في ايدي، كان معرفة قديمة لكن اتجددت.
ولقيته هو مفيش فيه حاجة اتغيرت إلا شوية الشعر الأبيض اللي مطقطق في راسه. والواد ابن الأصول أصيل. مش الأيام دي يا علوان، الكلام ده كان على أيامنا. ليه يا سي صابر؟ ما هي الحارة قدامك اهي، الدنيا اتقلب حالها وهي لسه برضه حارة الأصول. ما تضمنش الزمن يا أخويا. وعلى كل حال، على رأي أبو عفان، اللي ملوش كبير يشتري له كبير، والواد ده له كبير ومضمون. عصفور في رقبتي واني مالي ايدي منه كويس. يبقى خلاص اتفقنا. لا، مش دي الحدوته. ما هو ممكن الولا كويس والراجل الكبير احسن منه، لكن بقى التجاره بلا قافيه لها اصول، لها معلمه، حسابات بالملي. وانت سيد من يفهم في الاصول والمعلمه. يفضل عليك بقى الحسابات. ازاي؟ المشروع اللي مش راضي يفتح بقه بكلمه عنه تفتكر يكون ايه يا صابر؟ خصوصا وانه بيعشبني بمكسب قد كده اهو. والله يا علوان، الدنيا جد فيها حاجات كتير، وتجارة أصناف ما كانتش على أيامنا، ومشاريع ملهاش أول ولا آخر. وما دام الواد مضمون يبقى كلامه في السليم. يعني أدفع له؟ والله ما دام معاك أهو القرش صياد زي ما أنت عارف. أصل المكاسب اللي بيقول عليها دي تخوف، وفي نفس الوقت تدور الدماغ. الواد شاطر والعبان يا جدع، وبيلعب بالبيضة والحجر، والسوق الأيام دي عايزة الصنف ده. ما عادش الكلام بتاع زمان يمشي في المعاملة بتاعت الأيام دي. خلاص، مستني إيه بقى؟ يعني أنت لو مطرحي ما كنتش استنيت لحظة، كنت لميت اللي حيلتي واللي حواليا وحطيتهم في إيده. طب ما عملتش كده ليه؟ عشان لا في حيلتي ولا حواليا. ايه اهو ده بقى اللي مخليني بقالي جمعتين بوين. يعني ايه؟ عمال اجيبها يمين وشمال، اني ادبق قرشين كده ولا كده وارميهم في السوق زي ما قال لي. مش عارف يا علوان، عجايب. محروس الصراماتي. قال يعني ما انتش عارف هتعملهم عليا الشوية بتوعك دول يا صابر؟ شوية ايه يا ام محمد؟ بقى ما انتش عارف ان محروس داخل مع شندي في عبارة المشروع بتاعه؟ وانا هكدب عليكي برضه؟ كنت كدبت لما سألتيني على المعلم علوان وقلت على اللي حصل بالخيط والمخياط. ايه سكت ليه؟ قلقانة يا صابر. على ايه؟ على شندي برضه؟ غريبة، هي الحارة دلوقتي ما بقالهاش حدوتة غير شندي ولا ايه؟ هي ايه الحكاية بالظبط يا خلقه؟ انا مش قلقانة على شندي. نعم، امال قلقانة على مين ان شاء الله؟ على الفلوس المتلتلة اللي خدها من المعلم علوان، ولو انهم مش بتوعه. وقلبي وكلني على الغلبان اللي ما حلتوش اللضة سي محروس عبد العال. امال لو ما حلتوش اللضة زي ما بتقولي جاب البرادس منين؟ الناس اسرار يا ابو محمد. ما فيش فينا حد عنده اسرار على التاني، كلنا اهل وعيلة واحدة في الحارة دي. حد عارف جابهم منين؟ ايوه، ما هو ده اللي انا مستغرب له. القرشين اللي بياخدهم من الشركة ما بيكفوش كوم اللحم اللي عنده، وعشان كده تعاوننا معاه كلنا وساعدناه في الدكانة لاجل ما يرزق بحاجة تسنده، وبقينا ندور كل واحد من ناحية لاجل ما نجيب له شغل. اهو ده اللي مخليني قلقانة عليه. على كل حال لغاية حجته معاه. صحيح الجو عندكم في الحارة مكتوم شوية. عندك حق، الحارة كلها مكتومة. اتفضل اقعد. ايوه، واني جنبك اهو. ما علينا. طبعا انا جيت على هنا عدل عشان اوفي بالميعاد. النهارده اخر الايام الثلاثه، قلت اطمنك بدل ما تقلق وتقول على صاحبك ملوش كلمه. حاكم اللي ملوش ميعاد يا معلم ملوش كلمه. سيبك من الميعاد والقلبانده دي كلها، احنا مش قلقانين على كده. انتوا المفروض ما تقلقوش خالص يا معلم علوان، الا اذا كنت بقى مانيش موضع ثقه. حاشا لله، بس خش على المفيد. قصدي يعني الحاجه الساقعه قرقر من غير لف ولا دوران. انت بتسأل عن الفلوس حسب كلمتك ووعدك. انت اللي قلت انا رايح اجيب الفلوس. اطمن، الفلوس وصل. ايه بتبص على ايه؟ ببص عليك وحواليك مش لاقي حاجه. اهو يا معلم. ايه ده؟ كمبياله؟ لا، شيك بالمبلغ وارباحه، ومن بكره من نجمه
هصرفه من البنك، وكل من له حق هياخده على داير المليم، راس المال والأرباح. ها، اطمنت؟ اخصى عليك يا سيشندي، اطمنت؟ دي كلمة تقولها يا جدع. مش عيب لما تطمن، لكن عيب اما اقلق. حتى لو قلقت انت او غيرك عندكم حق. انا مقدر احساسكم الشديد بالخوف، مش مني طبعا، انما من السوق. حاكم السوق قلاب، والتجارة احيانا بتغدر. يسلم فمك، انت جيت بالمفيد. وانت سيد العارفين راس المال جبان، خصوصا وان المسائل يعني مش مبحبحها قوي. واصل الموضوع على بعضه كده ما يدخلش المخ قوي، ما تاخذنيش يعني. ازاي؟ يعني قرشين يتحطوا في عبارة مشروع ويقعدوا اقل من شهر ويجيبوا ارباحية، دي برضو اصلها ما تدخلش غير دماغ متكلفة زي دماغ محسوبة. ومع ان دماغك متكلفة، لكن انا حاسس باضطرابك وعذرك. التجارة اليومين دول يا معلم علوان ما عادتش زي ما كانت على ايامكم. دلوقتي اوام وسريع سريع. طب دي الفلوس المرة دي غابت. يا قوة الله. امال يا معلم، مفروض انها بالكتير تقعد اسبوع 2. طب عدم المؤاخذة المرة دي اتأخرت ليه؟ حسبقولك يعني. حصل ظروف. سر يعني ما يتقالش ولا ايه؟ يستحسن ما يتقالش، ويستحسن كمان ما تسألش. الله، يبقى كنت عارف اني هسأل على ايه بقى دلوقتي؟ عارف، وسبق قلت لك السؤال ممنوع وملوش لزوم ولا فايدة، لاني مش هجاوب. وعلى رأي ابو عفان، انت لك اكل ولا بحلق؟ بمناسبة الاكل، العشاء ملوش لزوم يا معلم. قسما عظما لا يمكن. دي الست من اول حضرتك ما هليت يا جدع وهي جوه بتحضر. لا معلش، اصلي مستعجل. ايه؟ بقول ايه، العربية الفخيمة دي لسه مستنظراك؟ لا، ده صديق كان موصلني ومشي. صديق؟ صاحبك يعني؟ ما شاء الله. هو سواق عليها يعني ولا دي بتاعته اسيش هندي بيه؟ هستأذن يا معلم علوان، الكلام هياخدنا وانا وقتي محكم شوية. ليه؟ ما احنا قدامنا الليل طويل. لا معلش، عشان اطمن ابويا، الا زمانه وهو رخر قلقان. يا ندامة، تمشي الساعة دي من غير ما تاكل في بيت المعلم علوان، من غير ما تتعشى؟ مش معقول ابدا. اقعد يا سيشندي، ده انت منور بالقوي يا اخويا. كله تمام، تعليماتك اتنفذت كلها يا سعادة البيه. والأرباح اتوزعت بالكامل؟ أرباح إيه يا مراد بيه؟ المبلغ اللي عطيتهولك على سمو إنه أرباح. افهمني يا شندي. فاهمك قوي يا مراد بيه، كل واحد خد حقاته زي أوامرك. وأصول المبالغ اللي كانوا مساهمين بيها وصلت صحابها بالكامل، ومحسوبك بقى على الحديدة، غيرش الفكة اللي يعني. حسابك حالا دلوقتي، بس عايز أطمن. اطمن يا مراد بيه، حط في بطنك بطيخة صيفي. طيب بعد الرمية الأولانية دي الناس عاملة إيه؟ الناس اتهبلت يا جدع. عدم المؤاخذة يا مراد بيه، أول مرة يشوفوا فلوس متأستكة، ومنظر البواكي في الشنطة قدامهم كان هيطير عقولهم، اللي كان دافع واللي لسه على البر. يهمني اللي لسه على البر دول، رجليهم جاية قريب وشرفك. وبعدين إيه؟ بعد ما فاقوا واتلموا على فلوسهم وأرباحهم، ما سألوش عن حاجة، ما شكوش في حاجة كده ولا كده، ما حدش منهم لسن بأي كلام. الخلق لسه غايبين عن وعيهم، ما فاقوش. ولا عايزهم يفوقوا، عايزهم يتاخدوا على مشمهم وهم لسه سخنين. ما هو ده كان رأيي، إن نديلهم اللي قلنا لهم عليه أرباح وحوش أصل المبلغ. لا، هيشكوا إن الأرباح المهولة دي من أصل فلوسهم. افهم أصول اللعبة. منك نستفيد يا مراد بيه. يعني الجو جاهز دلوقتي لضربة تانية وتالتة ورابعة، وعايزين نلحق لا يصرفوا القرشين اللي وزعناهم. بالعكس، لازم القرشين دول ينصرفوا كأنهم ما عملوش حاجة، عشان قبل ما يمدوا ايديهم على رأس المال نسحبوا منهم في مشروع جديد ونتقل حبتين، وقطعا هتلاقي ناس جداد دخلوا اللعبة. ده كله كان منتظر الصفقة الأولانية، وطلعنا عند حسن ظنهم وأكتر كمان، وده اللي هيخلي الباقي يتشجع. حلو الكلام قوي، نبتدي من النهاردة. مش قبل ما نتأكد من إن كل قرش من الأرباح طار. دي أنا متأكد منها. يبقى من بكرة الصبح
تفتح المشروع الجديد. طب ليه مش من النهارده يا سعادة البيه؟ انت النهارده مش بايت في الحارة، خليك معايا الليلة. ايه، مأمورية جديدة ولا حاجة؟ لا، عشان لما تهل عليهم بكرة الصبح ومعاك الشنطة مليانة كم ملف وكم ورقة، يعرفوا انك كنت بتجهز للمشروع الجديد. فهمت يا شندي؟ اسمي شندي يا مراد بيه. ايوه شندي. انا عايز اسمك بالكامل. شندي عصفور الوحش، اسم عيلتي كده، الوحش. طيب امضي هنا يا شندي، امضي. امرك يا بيه. ده وصل امانة بشوية سلطة عملات امريكاني على انجليزي، لزوم المظهر، عدة الشغل يعني. دول يبقوا في الشنطة، كل ما تفتحها قدام زبون تخرم عينه، بس ما تمدش ايدك على ورقة منهم. اما حسابك انت بقى يا بطل، اهو. فين شنطتك؟ ادي الشنطة، عبي يا مراد بيه، من يد ما نعدمهاش. واقف ليه كده يا ابني؟ الله، بتبصلي بالشكل ده ليه؟ منتظر الإجابة على سؤالي. انت مش بتسأل يا محمد، انت بتعترض يا ابني، مش كده برضه؟ وأي واحد غيري لازم يعترض على إنك تشتغل كاتب حسابات عند واحد زي ده. أنا ما اشتغلتش عنده، دي حيالله ليلة سهرت فيها على كام كشف، عملت فيهم كام جمعية وكام ضربية، عطاني فيها مبلغ باخده من الوظيفة في 10 أيام. هو ده بقى مربط الفرس. فرس ايه؟ أنا ما عملتش حاجة غلط، أنا اشتغلت وخدت حقي. ده أنا لو ما عملتش كده أبقى برفص النعمة، أبقى بطران، ولا عندك كلام تاني؟ لا يابا، كل اللي عملته غلط، لأنك ما بتبصش لبعيد. انت هتعقدها ليه بس؟ دي لا فيها بعيد ولا قريب. ولا تفتكر يعني عشان انت ما بتحبش شندي ارفض انا الخير اللي بيجيني من ناحيته؟ كان لازم ترفض اي حاجة من طرفه، مش عشان بحبه او بكرهه، انما عشان احنا مش عارفين ايه اللي بيعمله الولد ده. ما يعمل اللي يعمله، احنا لنا الظاهر، هو احنا شفنا عليه حاجة؟ ولا هنجري ورا خلق ربنا نشوف ده رايح فين وده جاي منين؟ مش يمكن الواد ده بيتاجر في حاجة غلط؟ مستحيل، والدليل في ايديا اهو، ولو ما انتش مصدق اقرا الاوراق دي. الأوراق دي ممكن تكون كلام فارغ بيغطي بيها اللي بيعمله، وعشان كده عطاهم لك انت بالذات عشان توريهم لي وتحكي عنهم في الحارة، وهو عارف ان لو كسب ثقتك كل الناس هتجري وراه. انا مش شايف ان كلامك مظبوط يا محمد، انت بتتجنى على الراجل. طول عمرك حريص يا ابويا وشكاك وما بتاخدش الامور بسطحية، وعشان كده شندي حاول يشتريك ودي اول صفقة. اخرس، يشتريني مين يا ولد؟ ولا شندي ولا 100 زيه، واخر مرة اسمع منك الكلام الفارغ ده. انت نسيت نفسك ولا ايه؟ انت رحت ولا جيت ابني وانا ابوك؟ هي الدنيا هيتقلب ميزانها ولا ايه؟ مسيره يتقلب ميزانها باللي بتعمله، وبيعملوا علوان ومحروس وعثمان واهل الحارة كلهم. مدام شندي هيبقى هو الكبير بتاعهم، مدام شندي خلاص بقى شندي بيه. خلينا في موضوعنا يا عم. امال ما احنا ما بعدناش دلوقتي، لو جه وشافني في الحالة دي هيفقس الملعوب. مش ده اللي هيكون شغله او بيفكر فيه؟ محمد هيجي يسألني عن رأيي في الكلام اللي قاله شندي، وان كنت اقبل اشتغل سكرتيرته ولا لا. وانا بقى اللي عايز اسألك قبل ايها حد، يا ترى هيديكي ما هي قد ايه؟ ما هي مش لما قرر الاول ان كنت هقبل؟ طيب ودي حاجة تترفض يا بنتي؟ شندي واد جدع وعترة ويظهر انه كسيب، وعلى رأي المثل من جاور السعيد يسعد. ما تنساش ان محمد يبقى خطيبي، ولو انه لسه يعني مش كلام رسمي. هو الكلام في رسمي وغيره يا بنتي، ده كلام رجالة يعني كلام شرف. معنى كده ان لازم يبقى له رأي في موضوع شغلي. عندك حق، بس يعني كلام اخد وعطا يا بنتي، ودي احنا نشاور بعض. مين ومين بقى؟ احنا وهو. ده لو كان رأينا غير رأيه. ما هو انا شايف انك ميالة لشندي، قصدي للشغل عنده يعني، 100% محمد مش هيرضى يشغلك عند الجدع ده عشان الشويات اللي بينهم وبين بعض. ولا عمل يا ابو عفان. والله الشغلانة خسارة يا بنتي، وشندي هياخد على خاطره. وانا مش عايز اخسر محمد، ومحمد غيره ما عندوش في الحتة دي تفاهم. انا عندي فكرة. قول. محمد ابننا برضه في ايدينا وينطاع للكبير. ما تيجي نتكلم مع صابر افندي؟ لا بلاش نوسع الكلام، خليها ملمومة بيني وبينه في الاول، ولو ما وصلناش اتفاق يبقى الموضوع بينك وبين عم صابر. ها قلت ايه؟ عداكي العيب يا بنتي،
وربنا يكملك بعقلك. افتح الدرج يا شندي بيه. عد 1 2 3 وادي 2 يبقوا 5. دول اللي قدرت المهم لك، اشي بالسلف واشي من فلوس الوكالة، 5 بواكي دفعة واحدة. والباقي حرهن البيت وفلوسه هحطهم بين ايديك. بس ليا طلب يا شندي بيه. انا مش عايز حد من الحارة ياخد خبر بأي حاجة، حتى ولا الست بتاعتي. هو شندي بقى غريب، ما بقى مننا وعلينا، وبقى له كلمة في الحارة وما عادش صغير. كبر كده في 2-3 بإيه؟ بالأخلاق ما شفناش، بالأصول ما بانش عليه حاجة منها، بالحب ما كانش عامل اللي عمله معاك شوط ومع سماحة شوط تاني. انت عايز تقول يا محمد؟ عايز اخد من كلامك وارد عليك يا ابو محمد. انت زعلان ان علوان كبر نفسه عليك بالقرشين اللي معاه والكام بيت اللي اشتراهم؟ طب ما انت وغيرك مكبرين شندي بايه؟ مش بالفلوس؟ رد عليا يا صبر افندي، ما ترد يابا. امال عبارة الفلوس دي مش في دماغي وملهاش عندي اي اهمية. كلام بتقوله لكن العقل بيأكد غير كده، وهو الواقع قدامنا اهو. اللي بيتقال بيني وبينك اكبر دليل. شندي كبار معاه ايه؟ اتنطر في عينك وعينين الحارة كلها النطرة دي في اقل من 2 شهر. بايه؟ بالبواكي. في غير كده؟ مفيش. ولادها من كده البواكي اللي نفخت شندي في نظركم واللي خلتكم تكبروه وتعملوه حكم في وسطيكم. بتاعت مين؟ فلوس مين؟ عرق وشقة مين؟ يعلم الله. بس ربنا عطانا عقل نفكر بيه. شندي كان جاي الحارة ازاي؟ بيشتري السجاير فارط من ابو عفان، ولما حب يفتح مكتب سمسرة بتاعه مين اللي فتحهوله؟ مش المعلم علوان؟ كل اللي كان فيه ده حتة البدلة المكوية والياقة المنشية والجزمة اللمية، مش كده؟ كده يا محمد يا ابني. ادي كان مظهره، ومن جوه في بيته في الأوضتين اللي على سطح المعلم علوان. لسه ما لحقناش ننسى كان فارشهم هو وابوه بايه؟ سرير سفري ومرتبة سفنج وكام كرسي وعفشة مطبخ قديمة ومدغدغة. اظن فاكر يا ابو محمد؟ ايوه فاكر يا ابني. ما تخليش العفش الجديد اللي جايبه من 20 يوم ينسيك الماضي. ولو نسيت انا ولا انت ولا غيرنا، بص على السطح ورا الاوضتين اللي ساكن فيهم، العفش القديم متكركب على جنب. المعلم علوان لا يعرف اني بعتلك ولا عايزاه يعرف اللي هقولك عليه. اتفضلي، طلباتك اوان. تسلم لي اخويا. هو انا بس كنت عايز اسالك امتى المشروع الجديد اللي كنت كلمت علوان عليه؟ الايام دي، ده احنا مقربين نقفله. لا يا اخويا، هتأثر جهدي ليه؟ ده انا كنت جايبه لك نص صيغتي لاجل ما ادخل بيها معاك. طب والنص التاني خايف عليه ولا ايه؟ وده كلام يا سيشنجي بيه، اللي يخاف على النص الاولاني ما يخافش على التاني. خلاص، وانا عند قولك هجيب لك العلبه كلها، بس امانه عليك ما تجيب سيره لايته حد. عن اذنك. أنا سعيد جدا باللي وصلت له يا شندي. أنت اتصرفت بذكاء، ويظهر إنك هتبتدي تفهم اللعبة كويس. ما أنت معلمي وأنا صبيك يا مراد بيه. لكن لكن دي اللي مانيش عايزها. ما كنا ماشيين لحد دلوقتي كويس، ولسه ماشيين كويس برضو، لكن كل ما نخطي خطوة لقدام عايزين نتقدم أكتر، والأرض اللي نكسبها مش عايزين نفقدها أبدا. زي الكورة تمام. عليك نور. هي لعبة أشبه بالكورة، مهاجم ومدافع وهدف. أول ما توصل للهدف تبقى عملت اللي عليك، وعشان توصل للهدف خليك دايما في موقع الهجوم. دفاع لا، تردد لا. عدم المؤاخذة يا مراد بيه، دي مش فاهمها كويس، يمكن مخي مش قد كلامك. هبسط لك الأمور. انت بتقول انهم عايزين يعرفوا ايه نوع المشروعات اللي بتحقق الكسب السريع ده، وبيتهموك بحاجات بطالة، مش كده؟ ده كلام محمد، هو اللي عمال يروج الإشاعات دي، قصد ينفرهم مني ويحطني قدامهم موضع شك. أقف أتفرج ولا دافع عن نفسي؟
تقف تتفرج طبعا. مراد بيه انت اعصابك لسه خفيفة، اتقل وتأكد ان كل ما كانت ارادتك قوية وعزمك حديد هتكون انت الكسبان، انت الفايز بالغنيمة كلها، والدليل بين ايدينا اهو. فين ده؟ ما تدورش كتير، اهو في شنطتك. اللي في شنطتي فلوسهم مش كده؟ هو ده دليل على قوة مركزك وعلى ان الكلام اللي بيروجه ملهوش عندهم اي اثر، وعشان كده لآخر لحظة كنت بتلم مبالغ ومحدش من اللي عطاك استرد ولا مليه. كل اللي عطاني باكو كان عايز يديني 2. تعرف لو دفعت عن نفسك ضد محمد او غيره مفيش غيره. ما تضمنش. لا، على رأي ابو عفان بقى، هو هيطلع لي في كل خراب عفريت ولا ايه؟ توقع ده في كل دقيقة، في كل لحظة. عمر الامور ما هتمشي كده بسلاسة على طول الخط، وزي ما بيبقى فيه مفاجآت سارة بيبقى فيه عقبات خطيرة، لكن الشطارة انك تتحدى الاتنين، المكسب عشان ما يغركش والخسارة برضه عشان ما تهزمكش. يعني اسكت على الكلام اللي بيقوله محمد ده؟ بيتهمني قدام الناس اني بتاجر في مواد ممنوعة. انا عارف، وده اللي بيتقال على كل انسان بيكسب مكاسب سريعة وكبيرة، لكن التجارة في الممنوعات دي ما عادتش وحدها ملكة السوق. فيه مسموحات كتير اخطر من الممنوعات يا شندي، وده احنا اهو. ازاي؟ يعني اللي بنعمله مسموح بيه؟ القانون ما بيسمحش بيه، لكن فيه ثغرات كتير نقدر ننفد منها، ودي لعبة الشطار اللي زيي وزيك وزي الناس اللي كلمتك عنهم قبل كده، فاكرهم؟ بس مش عارفهم. كل شيء بأوانه. هو انت لسه اشتغلت يا شندي؟ ولا انت فاكر المشروع الاولاني حقيقي لما وزعت ارباحه على الناس؟ اوعى تكذب وتصدق نفسك. اعتقد المشروع التاني مش هيكون وهمي. بعد التجربة الناجحة الاولانية وتثبيت اسمك في سوق الحارة واقبال الناس عليك زي ما انا شايف اهو، اقدر اقول لك ان المشروع التاني هيكون حقيقي. بس انا خايف لما مكسبه يكون اقل من اللي فات. بالعكس، هيكون اكتر. السوق عالي قوي اليومين دول، ورأس المال كبير الى حد ما، ولو قدرت تجمع مبالغ اكبر هتكون الصفقة اكبر والربح ازيد. ده ممكن في حالة واحدة بس. ايه هي؟ لما افتح الباب اللي على الشارع واللي سيادتك قلت لي اقفله من زمان. لو كان الباب ده مفتوح كنا لمينا زباين من مناطق كتير يا مراد بيه. دي ضربت بعدين، ما نقدرش ناخد الخطوة دي إلا لما السوق يستوي في الحارة. يعني إيه يستوي؟ يعني الناس تبقى جاهزة، أي مشروع نقوله يصدقوه ويساهموا فيه بأسرع ما يمكن، وفي نفس الوقت أرباحهم تتصرف فورا والفلوس تتسرسب من إيديهم. ما تديش فرصة لأي واحد منهم يعمل حاجة ثابتة. أرباحه دايما في حاجات مستهلكة عشان يبقى دايما وعلى طول الخط محتاج لمشاريعنا ومادد إيده لينا. أنا كل ما افتكر إن كبرت يوم ألاقي سيادتك أكبر مني ب1000 يوم. يا ترى بعد قد إيه هبقى قدك؟ نفسي أعرف اليوم ده إمتى. عملت ايه خلتني اقلق عليك؟ اوعى تكون مديت ايدك على حاجة. حاجة ايه؟ الله، بتبصي لي كده ليه؟ فكرك اني سرقت سرقة؟ عملت حاجة وحشة لا سمح الله؟ لا يا سميحة، ابوكي انضف من الصيني، بس طلع اهبل. لازم تقولي على اللي حصل بالظبط. قال الوغش ابتدى يلعب في عبي. من غير واغش هحكي لك كل حاجة، بس ما تجيبيش سيرة لحد. سرك في بير يا ابو عفان، قول. نهارة الصبح وانت نازلة رايحة المدرسة شفتك وانت بتلبسي الشراب وعمالة تداري الكام قطع اللي فيه. ببص على بقية هدومك لقيتك بتبصي في ازاز الشباك والدمعة فرت من عينك على خدودك الحلوة دي. من غير ما اسألك عرفت السبب. وايه يعني؟ ما انا كل يوم بعمل كده. صعبتي عليا وقلت في عقلي فيها ايه لو اعمل حاجة يجيلنا منها قرشين، ألبسك وهندمك وخليك عروسة بحق وحقيقي.
وسرحت سرحة كبيرة قوي، ما فقتش منها إلا بعد ما لقيت نفسي بلم كراكيب البيت كلها ونزلت أبيعها. انت بعت عفش البيت؟ انت بتسميه عفش برضه يا سميحة؟ المقصود لقيته جاب قرشين مش بطالين فطمعت أكتر، خدت الباترينة سكيتي من على باب الحارة وتصرفت فيها برضه، جابت لها رخرة مبلغ، ما هو كان فيها البضاعة تساوي قد كده. والفلوس راحت فين؟ اتسرقت ولا ضاعت مني؟ ما تخافيش، أهم في جيب السدير الجواني. وجيت أجري بالمشوار عشان ألحقه أول ما يفتح قبل أي حد ما يشوفني. هو مين؟ شندي، بس لقيت عنده المعلم علوان وصابر أفندي، يا دوب خرجوا من هنا وأنا دخلت له. وعطيته الفلوس؟ كنت عايز أدخل معاه في المشروع بتاعه، كان بيكلمني كتير عن الجنيه اللي يكسب جنيه واتنين. حسبتها لقيتني في غمضة عين أقدر أعمل حاجات كتير قوي وأجيب لك كفة شيء، وكل ده من الأرباح، وأسيب معاه رأس المال يقلبه في السوق بمعرفته. وبعدين؟ صدمني يا بنتي، أول ما بصلي وضحك حسيت بالدنيا اتزلزلت تحت مني. ضحك؟ ليه؟ كان بيضحك عليا. مش بقولك أبوكي أهبل؟ مش فاهمة. مرضيش ياخد الفلوس، قال إيه؟ المشروع قفل، وعبال ما يجي مشروع تاني حليني بقى شهر 2 تكون الفلوس طارت يا سميحة. أول ما سمعت الكلام ده منه ولقيته لف القرشين وحطهم في إيدي، دنيا ضلمت في عينيا. جريت على الشقة فتحتها، ما قدرتش أدخل، اتلقحت ورا الباب وما حسيتش بعدها بحاجة لغاية ما جيت وسألت عليك عم صابر. هو شندي ما قالكيش إني؟ شندي ما كانش في الحارة خالص أول ما وصلت، ما جاش إلا لما دخلت أنا والمعلم علوان وصابر أفندي ودورنا عليك جوه البيت لغاية ما لقيناك فاقد الوعي ورا باب الشقة. كنت متكوم كأنك حتة من كراكيب البيت منسية. لو أعرف ساعتها وهو واقف جنبي بيحاول يفوقك. كنت عملت إيه يا سميحة؟ كنت طبقت في زمارة رقبته. ليه؟ الراجل ما عندوش غلط يا بنتي، محسوبك هو اللي مغفل، ومفيش حاجة في الدنيا يا بنت الناس بتحمي المغفلين. أما واد عترة صحيح ما كانش يخرج من يدكم كلكم يا علوان بربطة المعلم إنكم تعملوا حاجة زي كده لأبو عفان، كده ولا لأ؟ ما ترد يا راجل، سكت ليه؟ لولا اني شفت بعينيا ومسكت بايديا ما كنت صدقت يا دلال. بس امتى ده حصل؟ ما انا طول النهار مش سايبه شباك الحاره، اللي ما شفت عفش من اللي بتحكي عنه ده داخل ولا طالع، ولا عربيات كار ولا حتى يد. اصلها بقى حاجات من الالافرانكا يا دلال، اشي مطبق ويتفرد واشي مفكوك ويتربط في مطرحه. تدخلي بيت عثمان دلوقتي ما تعرفهوش. طب ما تعرفش خد منه كام في الحاجات دي كلها؟ خد ايه يا ست انتي؟ بقولك ده عملها له كده مش بالفلوس، هدية من عنده على سوم التعويض يعني. تعويض ايه ده؟ انا مش داخله نفوخي. عشان خلاه يبيع اللي حيلته واللي حواليه. هو كان ضربه على ايده؟ الحق لا، وهو شندي بيه بيضرب حد على ايده؟ ده راجل كبارة ومش مستنظر القرشين الهايفين بتوع عثمان. ما علينا، خلينا في أمور الستات أفيد. إيه بقى اللي مجلسكم الموقر شايفه من عمايل شندي؟ الواد فهمي يا صابر، ونظره بيرمي لبعيد. لحد فين؟ سميحة بيرسم على أبو عفان الأول، يحط له الشبك واللي يتكعبل فيه البت الغلبانة اللي هي مش دريانة، لا هي ولا أبوها، بالطعم اللي حطوا الولا ومجرجرهم معاه لبحور غريقة. انت شايفة كده يا أم محمد؟ مش مصدقني يا سي صابر؟ بكرة على رأي عثمان المية تكدب الغطاس. رايح فين يا محمد افندي؟ اخزي الشيطان امال وكلمني انا. طب انت واقف في وشي ليه كده يا عم عثمان؟ قول لي انت عايز ايه بس وانا اريحك. عايز اكلم شندي. طيب ما تكلمني انا يا جدع. الله، انت ماسكني من دراعي المسكه دي ليه؟ شوف شغلك انت واوعى من وش. سيبه يا عم عثمان، كمل تركيب الباترينا انت والرجاله، وانا هشوف ابو حميد عايز ايه. ما تكملش تركيب حاجه يا راجل انت. لا بقى مالكش حق في دي كمان. طب بتتهجم عليا وعلى الراجل اللي عايز يساعدني وصابر وساكت،
لكن تمنعني من تركيب الباترينا لا. لازم الباترينا مش عاجباك يا محمد. اي حاجه من طرفك ما تعجبنيش يا شندي. ليه بقى؟ حاجة مفتخرة بالإزاز والألمونيا بضرفتين، ضرف على الحارة وضرف على الشارع. وشوف بقى لما نكمل تركيب الرفوف ونطلع البضاعة من الصناديق ونرصها بقى. يا عم عثمان اللي بيحصل ده غلط. أمال إيه الصح يا سي محمد؟ الباترينا القديمة، ثم إن احنا بعناها وقعدنا اليومين اللي فاتوا على الحميد المجيد. كنت هعمل إيه وآكل واشرب منين؟ الأرزاق على الله. ما هو ربنا يا ابني بيسبب الأسباب. ده بدل ما نشكر الراجل اللي مدلنا ايده بالمساعدة. الراجل ده غرقك اول وهيغرقك تاني وتالت وهيغرق الحارة كلها. فوق يا جدعان، فوق يا ناس، يا اللي مش عارفين مصلحتكم فين يا اما عارفين وساكتين. بدل ما تنبح صوتك في الحارة ومحدش هيسمعك، وحتى لو سمعوك مش هيفهموك، ولو فهموك مش هيصدقوك، بدل ده كله ما تيجي نتفاهم. احلى كلام التفاهم، احلى حاجة والله يا سي شندي بيه. كلامك موزون وعاقل ويتقل بالذهب الحر. احسن من الكلام المزوق اللي لا ياكل ولا يشرب. وعلى راي المثل، من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. ايه ده كله يا ابو عفان؟ انا لسه قايل لك دلوقتي محدش هيسمعك ولا حد هيصدقك. العباره وما فيها يا ابو حميد، انك يعني مهول المسائل شويتين. اسمع يا ابو عفان، روح انت كمل شغل وشوف مصلحتك، وانا والاستاذ محمد داخلين جوه. جوه فين؟ سيب ايدي، سيبني واخدني على فين؟ تعالى بس ما تعصلكش، خليك فهيم وواد ابن بلد مجدع، ما تبقاش ناشف كده. تعالى. مش هعرف الاول اجي فين. هقعدك عندي في المكتب، قاعده في الهوا اللي يرد الروح، وهو منك تبقى في الحاره ما بعدتش، وفي نفس الوقت شايف الشارع وكأنك قاعد فيه. يلا بقى ما تخليك حلو. اتفضل يا ابو حميد. خطوة عزيزة يا راجل، بالك قد ايه لا عديت ولا رميت السلام. تعالى هنا، اقعد على الكرسي ده. الكرسي ده لا، واسع قوي عليا. كل الكراسي هنا زي بعضها، واسعة وطرية ومريحة، عشان تتجعس وترحرح وتاخد راحتك في القعدة قوي. اسمع الكلام، اقعد. ايوه. طب تصدق بالله؟ الله ما ترد يا جدع. امنت بالله. انت لايق عليك الاداره. اسمع شندي. هسمع وهسيبك تتكلم وتاخد مشتهاتك في الكلام، وانا وياك لنص الليل لو عايز. بس قول لي الاول، تشرب ايه؟ قهوه ولا شاي ولا حاجه ساقعه؟ كله موجود. ادي بترمص فيه السخن، وادي تلاجة مكتب كده على قدي فيها الساقع. تؤمر بايه؟ الموجود. ادي كل حاجه قدامك، واللي نفسك تروح له مد ايدك وخده. اعتبر نفسك صاحب مطرح. وبعدين بعد اعصابك ما تروق وتهدى نتكلم، نقول. انا اللي هتكلم. وانا احسن واحد تلاقيه في الدنيا دي يسمع، ويسمع لك انت بالذات. انا اصلي بحب كلامك قوي، بيعجبني. يمكن انت ما تعرفش كده. لا اعرف ولا يهمني ان انا اعرف. انا مصدقك لغايه دلوقتي، انما مجرد ما هناخد وندي مع بعض ويحلو الكلام وتقول قوالتك وارد عليك واريحك، هيهمك حاجات كتير ما كانتش تهمك قبل كده. وانت عارف انك هتريحني. مش بكيفي، ده غصب عني. صحيح احنا ما نعرفش بعض الا من كام شهر، لكن خلاص يا استاذ بقينا واحد، ولاد حارة واحدة، بيوتنا اتفتحت على بعض، كل شيء بقى مكشوف لكل واحد فينا، اسرارنا بقت واحدة، وقلوبنا لازم تبقى واحدة. ممكن بقى اتكلم ولا ما انتش ناوي تديني فرصة؟ شبكة ايه اللي بتقولي عليها دي يا ام محمد؟ الواد عايز يشبك سميحة يا اخوي، وده اللي كنا متفقين عليه يا صابر، انا وانت اول ما يستوظف. طيب مش في اجازة الصيف؟ ما فاضل لها الشهر، وعشان كده الواد كلمني، واحنا جاهزين وفلوسنا حاضرة. فلوس ايه؟ هو احنا معانا فلوس؟ انت مش استبدلت المعاش يا راجل وقبضت من شهر ونص المبلغ؟ وهو بدل ما هو محطوط في الدولاب نحط بداله حتتين الذهب والدبلتين. خلي محمد يطمن وباله يهدى. المبلغ اللي بتقولي عليه ده مش موجود. يا لهوي، اتسرق يا صابر، حد كسر الدولاب واخده. وطي صوتك. انا اللي اخدت المبلغ وايه؟ اتكلم
اتكلم يا صابر، عملت ايه في الفلوس بتاعت الشبكة يا صابر؟ لازم عطيتهم لشندي. بقول لك وطي حسك، مش عايز محمد يسمع ولا حد من الولاد ياخد خبر. طمني الأول، برد قلبي اللي حاسس من زمان انك بتعمل حاجة من ورانا يا صابر. قول يا صابر افندي، اتكلم يا عاقل، اتكلم يا كامل مكمل، حطيتهم في ايدين شندي يا اخويا. طب بس مش تقولي لي انا عملت كده ليه؟ يعني عملت، يا لهوي يا لهوي. وبعدها لك بقى. الله، انت عايزه تفضحينا وتفرجي الناس علينا؟ هو احنا لسه ما اتفضحناش يا صابر؟ واول واحد هيجرسنا ابنك محمد. اهدي خلينا نعرف نتفاهم، والا 3 بالله العظيم لكون سايب لك البيت وماشي. هديت يا صابر، اديني هديت اهو يا اخوي، هديت. اتكلم انا ساكته اهو. يا صبر ايوب، الموضوع وما فيه ان لما شفت المشروع بتاع شندي وسهرت عليه ليله بحالها. المشروع؟ طب ده محمد ابنك قال ده دجل ونص وكلمه كمان والنبي ما انا كنت عارفاها. سمعته قال لي نفس الكلام. وبعد ده كله تاخد القرشين يا صبر اللي طلعنا بيهم من ظهر الدنيا وتحطهم في حاجه نصب ودجل يا اخوي؟ ده احنا لو عشنا قد ما عشنا مش ممكن هنعوضهم. بالعكس احنا هنعوضهم واكتر. انت عارفه ان المشروع اللي فات، يا ريتك كنت حطيتهم في اللي فات. يا وليه اصبري عليا شويه ارجوكي. ده المشروع اللي احنا داخلين فيه المره دي مكسبه اكبر بكتير. احنا؟ انتوا مين يا اخوي؟ هو في حد غيرك انضحك عليه يا صابر ابدا؟ كل الحاره داخله في المشروع. هم قالوا لك كده؟ لا، شندي اللي قال لك؟ لمح لي. يبقى ضحك عليك يا صابر، كان بيقول لك كده عشان يجر رجلك، وهو جر رجلك الاتنين يا صابر. ده مش انا اللي بقول، ده كلام اسم النبي حرص وصينه محمد ابنك. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده؟ ده بدل ما تشجعيني وتشد قلبي لاجل القرشين ما يزيدهم، بدل ما هم محطوطين كده ويمكن ابنك تتمد عليهم، وانت معشم نفسك بانهم هيجوا من اصله. يعني شندي نصاب؟ ابنك اللي بيقول انا ما جبتش حاجه من عندي، والناس دي كلها هبل اهم على نياتهم وطيبين زي حالاتك. امال يعني من يومين كنت بتقولي عليه شهم وجدع وابن حلال ليه؟ ها؟ الله، انت بتغيري رايك حسب الطلب؟ ما تتكلمي، ما ترد عليا يا ام محمد. انت بس ليه بتعملي فيا كده؟ ده انت طول عمرك واقفه جنبي ومشجعاني ومستحمله المر معايا. وجرى ايه يعني؟ جرى ايه اللي بقول لك ان شندي ضحك عليك زي ما ضحك على غيرك؟ لو كان شندي ضحك عليا ما يقدرش يضحك على المعلم علوان. وهو علوان اتخبط في نافوخه عشان يطولوا قرش يوحد الله؟ علوان عطيله 5 بواكي قدامي. ها؟ امال كانت ايه الازمه اللي بينه وبينه ورحنا صالحناه؟ بواكي ايه دول؟ هيكونوا بواكي ايه يعني؟ معسل؟ عريسوس؟ بواكي كل واحد 1000 جنيه مأستكين، يعني المجموع على بعضه 5000 جنيه. وعلوان إذا كان طيب ما هو شهبل، وإذا كان ما يعرفش يفك الخط فهو تاجر وشاطر ما بين السوق والوكالة. علوان عظمة جامدة يا صابر، حتى لو بقى على البلاطة هيرفع راسه، هيشم نفسه، هيلاقي 1000 من يسلفوا على اسمه وهيقدر يسد الدنيا صابر. إنما احنا حصر علينا. طب بس خلاص بقى يا ام محمد، قفلي على الموضوع، اكفي على الخبر مجور. مش عايزك تفتحي بقك بالكلام ده مرة تانية، لا ليا ولا لغيري، حتى ولا لروحك، مفهوم؟ هو انا استجري اقول لحد على العملة السودة دي؟ طب دي كانت الحارة كلها تجري وراك بطبلة وطروة زفك يا صابر افندي، الدور والباقي على ابنك. طب اقول له ايه يا اخواتي؟ الوقت هيتأخر بينا واحنا مش حاسين. وراك حاجة يا محمد ولا زهقت من قعدتك معايا؟ لا دي ولا دي، شغلي وخلصته من بدري، وبعدين انا من امتى زهقت من صحبتك يا جميل؟ غيرش بس انا خايف عليكي ومش عايزك تدخلي الحارة واخري عشان محدش يجرح احساسك بكلمة. الله، مالك بتبصيلي كده يا سميحة؟ أول مرة أسمع منك الكلام الحلو ده، وعشان كده بقى مش هقوم النهاردة. خلاص نقلبها مصري، اخليكي تاخدي ديلك في اسنانك عدل على الحارة. من قد ايه ما ضحكناش الضحك ده يا محمد، وعايزني اقوم بدري؟ الود ودي ما بطلش ضحك يا سميحة، لكن بقى ديكي شايفة الظروف وعارفة الحالة. يا ريت كان بإيدي كنت عملت البدع، كنت خليتك تعيشي كل يوم أحلى وأسعد من اللي قبله. لكن بقى على رأي أبوكي، العين بصيرة والإيد قصيرة. لا يا محمد، دي حجة العاجز،
العين بصيرة والإيد عمرها ما كانت قصيرة. إيدينا تقدر تطول كل حاجة، وكل حاجة موجودة تحت الأمر والطلب، بس عايزة الجدع الشاطر الحرج. وانت شايفاني غير كده يا سميحة؟ انت في كل حاجة حلوة، لكن مقصر في حقي وحق نفسك. واديك شايف اللي عمالين يروحوا وييجوا يقلبوا عيشهم هنا وهناك، ايديهم طايلة وبيلعبوا بالفلوس لعب. تقصدي شندي؟ وماله شندي؟ ما قعد في الحارة جمعة 2 3 لقى نفسه مش طايل سما ولا أرض، مشى رجليه بره الحارة اتنعنش وربنا فتحها في وشه. واديك شايف الأمل اللي هو فيها. عقبال يا رب عند الحبايب. قبل ما نفتح أي مواضيع يا سميحة، مش ممكن هيهدالي بال ولا أعرف أفكر إلا إذا خطبتك وشبكتك ودفعت مهرك. انت فاكرة إن كان ميعادنا بعد الامتحانات بتاعتك، وديك خلصتي ومستنية النتيجة، ومفروض إني أوفي بوعدي. طب إيه رأيك يا محمد لو اقترحت عليك حاجة تسمع كلامي وتمشي ورا شورتي؟ مع إن أبو عفان بيقول كلام كتير قوي على اللي بيمشي ورا الستات، لكن مفيش مانع. قولي. فلوس شبكتي ومهري اللي انت بتقولي دايما انهم جاهزين وتحت ايدك، فين دلوقتي؟ ها؟ موجودين في الحفظ والصون، بس يعني انت مستعجلة قوي يعني. ما احنا قدامنا الأجازة طويلة يا سميح، المهم ان الصيف ما يعديش الا واحنا. ما طلبتش اي حاجة من اللي بتقولها، انا بس الفلوس دي بدل ما هي مركونة في الحفظ والصون اللي بتقول عليهم، ما تيجي نقلبهم في السوق. سوق ايه؟ سوق الخضار بتاع المعلم علوان، ولا نحطهم مع ابو عفان في الباترينا؟ انت بتبص على قدك قوي يا ابو حميد. لا، ده انا ببص لحاجة ابعد واكبر. ازاي؟ نرميهم لشندي. شندي ده حباله طويلة ويمكن يأجل لنا الشبكة واللازم منه. وانا مش محتاجة الدبلة البسها ولا حتة دهب اشيلها في الدولاب. الدنيا كلها عارفة اني مخطوبالك، ودي احنا رايحين جايين في الحارة ومحدش يستجري يفتح بقه. انا عامل حساب ليكي انت، مش لأي حد تاني، خصوصا وانا شايف ان عيون كتير قوي عليكي. المهم انا عيني على مين وقلبي مع مين، واللي رايداه وهستحمل كل حاجة عشان مين يا سموحة؟ لازم تسمعها 1000 مرة. من يوم ما عرفت عقلي مفيش على لساني غير اسمك، ولا في عيني غير كسبك، ولا في قلبي غير رسمك. الله، هتقول شعر يا بنت ابو عفان على رأيه ابن الوز عوام. ها، قلت ايه يا ابو حميد في الكلام ده؟ احلى كلام. يعني موافق تاخد الفلوس وتديها له وهو داخل في مشروع جديد بيقول انه هيكسب الطقطقين و3؟ لا، والأتهى من كده بيقول انك تلزمه في المشروع ووجودك جنبه اهم من الفلوس. فيها ايه بقى لما تبقى انت والفلوس؟ افكر بسرعة، الحاجات دي مش عايزة لكاعة، وابويا دايما اسمعه بيقول اللي سبقك للنبأ. المواضيع دي مش عايزة تسرع، وانتي في تجارة وعارفة انها لازم تكون محسوبة. الارقام لوحدها مش هي كل الحساب. بالنسبة لنا الامر مختلف. ازاي؟ دول قرشين على القد وما حلتناش غيرهم، ولو قدر الله جرى لهم حاجة رحنا في ابو نكلة، ويبقى لا طولنا بلح الشام ولا عنب اليمن. مش كده ولا ايه؟ وهتقعد تفكر كتير؟ اول ما هوصل لقرار هديكي خبر، وهاخد المبلغ واديه لشندي. بايه؟ ممكن ما تروحش لوحدك؟ نفسي ابقى معاك يا محمد. ايه ساهمت تاني وسرحت في ايه؟ ما تتكلم يا جدع. لكن ما قلتليش يا سي شندي بيه، الجماعة الأبهة اللي كانوا مع حضرتك عندي في المغازة دول يبقوا ايه بالظبط؟ واحد منهم مدير البنك والتاني مندوب. باين عليهم. الكبير فيهم كانت باين عليه القدارة ظاهرة قوي. وقالوا لك ايه بعد المعاينة واللازم منه؟ مش اللي كانوا بيعملوه ده معاينة؟ تمام يا معلم علوان. هو الحقيقة ايه؟ اتكلم. سكت ليه؟ قالوا ايه لفندية؟ قالوا رهنية المغازة ما تنفعش، وعموما ده مش آخر كلام عندهم، كلها 2 2 بالكتير وهقابلهم واعرف منهم المفيد. ما شربتش حاجة يا معلم، الكلام أخدنا. ملوش لزوم. رزقك في رجليك. اهو ابو عفان جايب المشاريب وجاي. ايه يا راجل مالك؟ شفت الاتنين اللي كانوا واقفين معايا دول يا سي شندي بيه؟ شفتهم. الله، ومالك وشك مخطوف كده؟ في ايه يا ابو عفان؟ اصل دول مباحث يا معلم، كانوا جايين يسألوا على اللي ما يتسماش. مين يا عم عثمان؟ محروس عبد العال مطلوب القبض عليه.
شد حيلك شوية يا أبو عفان، عايز المكتب يرجع نظيف ومرتب زي الأول. وأحسن وشرفك. أصل تعبت من كتر الكلام ومش عارف أتلم على جتتي. أنا عارف إنك هلكت النهاردة، معلش أنا السبب، لكن بقى على رأي اللي قال أكل اللقمة مش بالساهل. هتقف تتكلم وما تعملش حاجة، هعدتك ولا شاريها؟ ما هو احنا كده نتكلم كتير وفعل مفيش، زي مكنة الطحين الخربانة. وبعدين يا جدع روق روق، أنا لو مطرحك أزقطط وانبسط وعافية الدنيا كلها تبقى فيا. ليه؟ بعد اللي شفته وسمعته ده كله؟ ده أنا ما بطلتش كلام لمدة ساعتين، وانت ما بطلتش مجايب مشاريب طول الوقت. مدام شغل. بس قرايبك دول متعبين قوي يا أبو عفان، وبيسألوا كتير، وكل واحد له كلام شكل. أول هام مش قرايبي قوي يعني، دول من الحارة الجوانية يعني معرفة جيرة. تاني هام اللي له قلب يخاف يا سيدنا البيه، دي فلوس جايبينها من عرق ودم وتعب وشقة من نخاع عظامهم، اللي حفر الصخر واللي اتغرب في آخر الدنيا واللي لمله قرشين من هنا ومن هناك. أنا وياك، بس يعني أنا عاطلهم كل اللي أمنهم على فلوسهم، وشارح لهم المشاريع اللي بنعملها، وقايل لهم إن في ناس كبار قوي معانا في الشغل. عايز إيه أكتر من كده؟ برضه كل واحد حاطط بين إيديك فلوس جايبها من صدى أسنانه، وفيهم ناس ما سابوش في بيوتهم غير اللي يجيب القوت الضروري. ما هو قصاد كده هيكسبوا مبالغ لها قيمة. مش ضامنين، وولاد الحرام يا شندي بيه ما خلوش لولاد الحلال حاجة. على رأيك، ولو إن وجودك ما بيني وما بينهم كان أكبر ضمان وأمان. إزاي؟ مش بتقول سألوك قبل ما ييجوا إن كنت صحيح وزعت أرباح الطقطقين ولا لأ، وإنت أمنت على كده؟ وزودت حبتين. الله، إحنا دافعين جبنا حاجة. لا والله دخلت في اللعبة قوي يا أبو عفان. صحيح يا شندي بيه. أنت مش مصدق ولا إيه؟ أنا بس أروق شوية وأقدر أتلم على أعصابي وأطلع لك سمسارتك من الفلوس اللي جت النهاردة. مانيش مستعجل قوي يعني، ولو إن عندي فكرة، وإنت وحريتك، يا تقبل يا ترفض من غير أي ضغط ولا إكراه. قول يا أبو الأفكار الحلوة أنت، أنا عارف كنت غايب عندنا فين يا أخي. هي مجرد شورى، إنك تسيب السمسارة بتاعتك وتعتبر نفسك داخل بيها في المشروع. إيه رأيك؟ ولا أقول لك بلاش؟ الله، بلاش إيه وأنا فتحت بقي؟ قصدي بلاش تتسرع في الرد، عندك النهار بطوله وآخر الليل تديني رأيك، وإذا حبيت تشور على حد ما عنديش مانع. استبينا. والله فكرة برضو يا سي شندي بيه، أنا أراود نفسي وأخد رأي سميحة، وقبل صلاة المغرب هيكون عندك الرأي المفيد، وعلى رأي اللي قال ما خاب من استشار. حلو الكلام. ولو تسرع وتخلص اللي في إيدك يبقى حلو العمل. مش برضو يا أبو عفان؟ سعادتك بتشك في حاجة من ناحيتي يا مراد بيه؟ أنا مش بشك، أنا متأكد تماما. من إيه يا مراد بيه؟ مراد بيه ما تحطمش أعصابي، عايز تقول إيه بالظبط؟ اللي عايز أقوله بالظبط إنك حرامي يا شندي. ها؟ بتضحك قوي كده ليه يا شندي؟ يا عزيزي مراد بيه، كلنا حرامية. لا يا شندي، في فرق كبير قوي. نورنا الله لا يسيئك. بالنسبة للجماعة الطيبين أهل الحارة، قول المغفلين، سميهم زي ما تسميهم. بالنسبة للمغفلين على حد قولك، ما تبقاش حرامي، تبقى شاطر، تبقى بيه. انت اللي بتشغل الناس دلوقتي وبتغير حياتهم وبتسيطر على معاملاتهم. باختصار انت الكبير بتاعهم، سواء في ذلك اللي بيحبك او اللي بيكرهك، اللي بيثق فيك او اللي بيشك في امرك. كلهم بيحترموك ويقفوا لك اول ما تهل عليهم، لان جيبك عمران. ما هو من دقونهم ومن عصارة دمهم، لولا كده انهم عارفين كده. لكن مغفلين، ودول ما لهمش حساب. وسبق قلت لك القانون لا يحمي المغفلين. اما بالنسبة لنا يا شندي، اللعبة ما بتقولش حرامي يلعب على شيخ منصر، والصغير في سوق العملة ما يصحش يسرق الكبير، ولا يلعب من ورا المعلمين وعتاولة السوق. يعني تقلبها كده أبقى بيه، وعلى الناحية التانية أبقى حرامي؟ يظهر إنك ابتديت تفهم من جديد، مع إن الكلام ده أنا قايلهولك من أول ما حطيت رجلك في الحارة. إنما ما قلتليش يا مراد بيه، الموشح ده كله كان عشان إيه؟ عشان فلوس محروس عبد العال. إيه؟ لا هي مثبوتة في الكشف
ولا اسمه من ضمن الأسامي. محروس عبد العال؟ سعادتك تعرفه؟ ولا عمري شفته. طب ازاي يعني؟ مش ده المهم. مفيش حاجة بتستخبى على البيه الكبير، لازم كل شيء يبقى تحت نظرنا، ومش ممكن نكون احنا بنضحك على الدنيا كلها علني وعين عينك وانت تضحك علينا من ورانا يا شندي. مش العقل بيقول كده برضه؟ سعادتك ظلمتني. انا يمكن سهى عليا او نسيت ارصد اسمه والمبلغ بتاعه. لا يا شندي، فلوس محروس اتغيرت، واللي اعطاك العملة قصادها راجل من بتوعنا. ايه ده الواحد ما يعرفش ياخد نفسه بعد كده من وراكم يا مراد بيه. حتى النفس ممكن نقطعه عليك وتروح في شربة مية. مفيش حاجة من ورانا، وما تستعجلش. اللي في دماغك أنا عارفه. بكرة تبقى كبير يا شندي، بس في ميعادك. وحدة الصف لوحدك هتبقى اخطبوط، وهنروح جنبك. عشان كده البيه الكبير ما يحبش حد يشتغل لوحده ولا يجبر عليه. المرة دي عدت يا شندي، وفلوس محروس هرجعها وحسبتها في الكشف. ملوش لزوم. الفلوس اهي بعد ما اتغيرت، بص لها كويس. مش دي اصناف العملة اللي انت طلبتها؟ الله، مين جابها؟ مش المهم مين، المهم انها جت من مكتبك. ما تنساش ان كل درج عندنا منه اكتر من نسخة، وما تتخيلش ان اي حاجة تقفل عليها بالضبة والمفتاح بعيد عن ايدينا. انا هتجنن. تبقى غلطان، لاني قايل لك الكلام ده من زمان، انت بس اللي نسيت. واكبر خطر على اللي زي وزيك النسيان. خليك دايما فاكر كل حاجة، لان اقل هفوة هتضيعك. انا مش عارفة حضرتك بتتكلمي عن ايه. عن تأجيل الشبكة وعبارة الفلوس بتاعت اللي اسمه ايه ده. ان احنا يعني نساهم في المشروع بتاع شندي. ايوه عليك نور، ما انت فاكرة اهو. بس برضو مش قادرة اصدق ابدا ان ده ممكن يحصل. معقولة يا اختي اللي بيقول عليه الراجل ده كلام ما يدخلش العقل ابدا. كلام ايه؟ عبارة المكاسب الكبيرة اللي هيوزعها. قال ايه؟ الجنيه جاب جنيه، دي تبقى فلوس شبكتك ومهرك، هتبقى الطقطقين. ده الكلام ده في المشروع القديم، لكن المشروع الجديد الجنيه ممكن يكسب 2 واكتر. ايه 2 واكتر؟ دي توصل لالافات بقى. من بقك لباب السما، بس على الله محمد يوافق على ايه؟ انت هتلخبطيني ليه يا سميحة؟ يوافق ان يدخل في المشروع الجديد. تاني ايه؟ انا بقى اللي هتلخبط يا اختي. ازاي؟ هو ما قالكيش يا ضنايا ولا ايه؟ ما قاليش حاجة لسه، ده سايب لنفسه فرصة يفكر، وهو من يوميها لا فكر ولا قال لي على حاجة. امال انا جايه له ليه النهارده؟ لازم بقى مستني ياخد الفلوس من المشروع القديم. ما هو اصل عمك صابر كان واخد الفلوس من ورانا وحاططهم مع شندي، عشان كده بقى. ومحمد عارف كده؟ امال بس خلي الكلام ده في سر. غريبة قوي، اللي عامل لي صريح ودغري يطلع كذاب كده؟ معقولة دي تحصل؟ كذاب؟ مين اللي كذاب ده يا بنتي؟ تقصدي مين يا سميحة؟ مفيش يا خالتي. مفيش ازاي؟ داني سامعاكي بوداني. عن اذنك. رايحة فين يا سميحة؟ أني حالفة يا بنتي لا تتغدي معانا. اقعدي. هو أنا هفضل طول الوقت أحلف عليكي ولا إيه؟ جرى إيه يا سميحة؟ إيه اللي بيحصل ده؟ ده أنت ما كنتيش كده أبدا. اتغيرت مش كده؟ قوي يظهر إنك كبرتي علينا بقى. هو القماش بتاع الفستان ده يطلع بكام المتر؟ مش ده برضه فستان جديد ولا أنا مش واخدة بالي؟ ده جاهز يا خالتي. جاهز؟ منين يا سميحة؟ من البوتيك اللي في نص الشارع اللي هناك ده، أول ما تخطي الحارة. معرفوش ولا عايزة أخطي الحارة، إنما يطلع له بكام؟ معرفش. أنت خايفة من القر يا أختي ولا إيه؟ هو أنت مش أنت اللي شارياه وقايساه ولا حد تاني؟ لا، أنا اللي اخترت وقست ولبست ومشيت من غير ما تدفعي أبيض ولا أسود. بابا هو اللي دفع. مين يا اختي؟ بابا. بابا. ايوه كده، ده انت بقيتي تلوقي لسانك كمان. طب قومي يا ضنايا خدي لي الجلابيه من بتوعي والبسيها فوق الفستان، عشان لما نتغدى الفستان ما يتبهدلش وبابا يزعل منك. يلا يا بطه. معنى كده انك ما بتخبيش عليا حاجه. يعني ايه الكلام الملتوي ده؟ ما تتكلمي كده بصراحة ووضوح. انت اخر واحد يجيب سيرة الصراحة والوضوح على لسان. ايه اللهجة الجديدة بتاعتك النهاردة دي؟ هو ايه اللي حصل بالظبط؟
في ايه يا سميحة؟ اتكلمي. اتكلم اقول ايه؟ اقول انك بتخبي عليا حاجات تمسني وتمس مستقبلي معاك، وانا اللي بحاول اساعدك واحركك واسهلك كل حاجة صعبة، وفي الاخر اطلع على الرأي اللي بيقوله اخر من يعلم. ليه يا محمد؟ ليه بتعمل معايا كده وانا بالذات؟ وايه اللي بتقوليه ده من ساعتها؟ بقول ما كانش طبعك الكذب، لا عمري جربته عليك ولا عمرك كدبت على حد. من يوم ما عرفت عقلي وعرفتك وعرفت الحارة ما حدش عرف عنك الخصلة دي، وده اللي خلاني أشوف فيك واحد مختلف عن ناس كتير. خلصت كلامك؟ برضه ما عرفتش ايه الموضوع. لما انت عاطي الفلوس لشنتي عامل لي منظر ليه، ورسم عليا انك ما بتثقش فيه وانك مش عايز تتعامل معاه وانك حيلك واحدة واحدة. ايه عاطي الفلوس لشندي؟ فلوس ايه اللي بتتكلمي عنها دي؟ فلوس مهري اللي تعتبر حقي وحق مستقبلنا سوا، واللي مالكش انك تتصرف فيها لوحدك. هتنكر يا محمد؟ هتكذب تاني؟ سميحة، انا عمري ما كدبت، لان عمري ما عملت اللي يخليني اكذب. طول عمري شجاع وواضح، والكذاب جبان وملتوي، وانا مش كده. بس الفلوس عند شندي ومن زمان وانت تعرف. فعلا الفلوس عند شندي ومن زمان، لكن ما كنتش اعرف الا من كام يوم. امال مين اللي عطاهم له؟ ابويا. عمك صابر اتصرف لوحده، ومن ورانا كلنا، ومن ورايا انا بالخصوص، لانه عارف رايي في شندي، ومتاكد اني هرفض اتعامل معاه باي طريقه، حتى لو كان التعامل معاه هيكسبني ذهب. يا سميحه، ثقي في الكلام اللي بقوله. واثقه يا محمد، لاني عايزه كده. عايزه ايه؟ عايزاك ما تتهدش قدام عينيا، عايزه الهاله اللي حواليك تفضل زي ما هي واكتر. واللي قالت لي ان ابويا عمل العمله دي هي نفسها اللي قالت لك. ايه اللي عرفك؟ ما حدش كان معاكم طول النهار، وامي ست على نيتها، ما تعرفش اللوع واللف والدوران اللي بقوا شيء طبيعي في الحاره اليومين دول، اللي في قلبها على لسانها. وانا واخواتي طالع لها راضعين منها، يبقى لازم نكون زيها. ربنا في الحاره قبل ما تتقلب حالها كده بين يوم وليله، وعشان كده لا كدبت عمري ولا انا سمعتك في مره بتكذب يا محمد. ما هو ده اللي كان مضايقني وحاسس في نفسي ومخلي كل حاجه بتتهز قدام عيني. مش كفايه الهزه اللي انا فيها؟ استريحت يا سميحه؟ لسه يا محمد. الله، تضحك على ايه؟ على اللي بتقوليه. انا ما قلتش حاجه تضحك. بضحك لاني عارف الحبه اللي انت عملتيهم دول كان هدفهم الكلمتين اللي هتقوليهم. كلمتين ايه يا محمد اللي انا عايزه اقوله؟ شندي، مش كده؟ مش ده اللي انت عايزاني اعمله؟ اخد بعضي واروح له. ايوه يا محمد، ودلوقتي حالا. طول عمرك متسرعه يا سميحه، وطول عمرك تقول لي على مهلك. بفكر، بخطط، بدرس. وده غلط، ولا ناخد المسائل جهجهون كده. احنا في عصر السرعه، واديك شايف الناس عماله تجري واحنا ماشيين تاتا تاتا، غيرنا عمال يعلى لفوق واحنا لسه على الارض زي البط. من غير كلام كتير هقوم معاكي، بس قبل ما نقوم مش نعرف هنقول له ايه ونتصرف ازاي معاه. هترجع تاني للكاعة يا ابو حميد؟ لا ابدا، يا دوب نشرب الشاي ونقوم على سيشندي، ناخد لنا فم معاه احنا كمان. شفتك وانت رايح جاي من بعيد وعمال تبص بنص عين، وعرفت انك مش عايز تقطع الحديث. مش كده برضه يا ابو عفان ولا؟ ابدا، هو ده المظبوط. انا اصلي خفت لا تكونوا بتتكلموا في الموضوع. اياه موضوع ايه حاكم؟ احنا اتكلمنا في حاجات كتير قوي كده اهو، يعني الجو بقى قلصة بينكم وبين بعض والاشياء بقت معدن، واتفقنا على كل حاجة. هو صحيح محمد حكم شوية وشكاك زي ما قلت لي قبل كده، لكن محسوبك قام بالواجب. فرشت له الارض ورد وطمنته وخليته راضي ومسترضي. بالاختصار سجدته، خدته على الجنب اللي يريحه وانت سيد من يعملها يا شد بيه. ومن دلوقتي ورايح هتلاقي الزبون معانا في كل حاجة خطوة بخطوة. حلو. خد بالك انا بعمل ده كله مش عشاني انا، اي والله العظيم ومالك عليا يمين. ده كله عشان خاطر عيونك اولا، وثانيا عشان اهل الحاره جميعا. احنا بدنا نخدم ابو عفان. الله، ما انت عارف يا سيدنا البيه، عارف، وافضلك سابقه. ده واجب يا راجل يا طيب. وانت كلك واجب. قصر الكلام عشان سايب الباترينا لوحدها بس. امال مين اللي هناك ده؟ مش قرقر برضه؟ ما هو زي قلته، كأنها من غير حد. طلباتك يا عم عثمان. حكم انا شايفك قلقان ومش على بعضك من الصبح. مش من الصبح، وانت الصادق ده من امبارح بالليل، من اول الكبسة اللي حصلت في الحارة. موضوع محروس. مش كده؟ وده تعبك في ايه؟ تعبني؟
ده انا ما بنامش الليل يا جدع، والحبة اللي النوم يطرف فيهم عيني اشوف في المنام كأني داخل في سجن كبير، وحواليا خلق عينيهم بتطق شرار وفي ايدهم معرفش. ما تبقاش تتعشى وتنام يا ابو عفان. هو انا دقت الزاد من ساعتها؟ لا يا شندي بيه، اصل محدش عارف العبارة غيري انا وانت. احنا دافنينه سوا يا جدع، ولا هنكذب ونصدق نفسنا؟ بتتكلم عن ايه بالظبط؟ الجناية اللي الواد محروس عملها وبسببها مرمي في السجن، مش هي دي برضو اللي جاب لك من جرايرها المبلغ اياه؟ الله، امال انت على ما سمعت يعني ركبك ثابت ليه اول ما سمعت الخبر وقفلت الدكان بتاعك وقلت يا فكيك؟ انا ما هربتش يا عم عثمان، دي كلها كانت احتياطات عشان اقف جنبه واساعده. الكلام ده تضحك بيه على اللفندية اللي ما يعرفوش الفولة، انما محسوبك لا. اعدل امال. عندك حق، بس ايه؟ انت بتبص حواليك ليه؟ خايف تتكلم ولا ايه؟ الحيطان لها ودان يا ابو عفان، والمكتب ببابين، وكله بقى مفتح على كله ومفتح لكله. مفيش قدامنا غير قرقر، وده لو دان ولا غيره. اتكلم، قول. اقول ايه بس؟ ايوه فعلا انا اترعبت، لانه خفت للواد محروس ينطق يتكلم. ينطق بايه ويتكلم؟ يقول ايه؟ يقول انه عمل عملته وجاب الفلوس وعطاها لي، وبكده يفتح علينا فواتير. طب ودي فيها ايه؟ واحد عطاك فلوس عشان تشغلها له، انت مالك؟ انت جايبها ازاي وجايبها منين؟ مالكش دعوة. الكلام ده انا وانت نقوله، لكن الحكومة لها تصاريف تانية. زي ايه؟ صارحني، نورني. ما هو المبلغ قبل ما يوصلك حود عليا، وقبل ما تتلط جنابك هتكون رجلي بقت في الخية، مش كده برضو يا شندي بيه؟ لا 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 خية ولا كلام من اللي بتقوله ده. اصل الحكومة ممكن تسأل عن المشروع وايه الحكاية، وانت عارف بقى هتدي خبر للضرايب والتأمينات والابواب اللي محدش يقدر يسدها دي. الله 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 الله، يعني العبارة كده يا سي شندي؟ ولا تكون في حاجة مخبيها عليا؟ ده انا مش حمل بهدلة اعمل معروف، واذا كنت مطمن على نفسك انت اصلك في العالي يا جدع. وزمان قالوها في المثل المية ما تجريش في العالي، ولا بقت تجري دلوقتي يا شندي بيه؟ ها؟ سكت ليه يا سبع البرومبة؟ وانا كل ما اكلمك يا ابو محمد تقول لي مش عارف. جرالك ايه يا راجل انت عايزه ايه بالظبط؟ انا غلطانه اللي بسألك عن حالك. سبحان الله، ما انا كويس اهو. ها مالي؟ ايه فيا ما عادش عاجبك؟ انا قلت ما انتش عاجبني يا صابر، انا بقول لك مالك. ما يغيظنيش منك الا كل 3 دقايق تقولي لي مالك. ما انا قاعد زي الجن قدامك اهو. قاعد؟ بذمتك انت قاعد؟ امال مين يا اخويا اللي واخدها سياره نيره من الشباك ده للشباك؟ ولا ما عدتش حاسس بروحك بتعمل ايه؟ اهو ده اللي بقيت اخده منك اليومين دول، شقوره ونقوره على رأي عثمان. طب ساعديني، طب ريحيني، قولي لي كلمه حلوه تهديني. مش هعرف سبب قلقك وانا اريحك. محمد هو بقى عامل لي قلق في نافوخ اليومين دول غير بسلامته؟ ما تقرش على الواد يا صابر، ده احنا ما صدقنا. ام محمد اقصري الشر اللي عفاريت الدنيا والاخره بتتنطط قدام عينيا. حكم واقول له مالك، يقول لي ما انا قاعد قدامك زي الجن اهو. وبعدين بقى يا وليه انت يا اخويا ولا بعدين ولا قبلين، انا سايبه لك الاوضه. حاضر يا اللي على الباب، حاضر يا اخويا. الراجل يا اختي ما عادش طايقني ابدا. ايوه حياه النبي ما عادش طايق لي كلمه اليومين دول. انتوا في موال كل ليله؟ طب يا اخويا قول الخير، قول سلام عليكم. لمين؟ اذا كنت عماله تفرفطي في كلام وزمانه جوه عمال يبرطم، حماسي على مين؟ اخصى عليك يا محمد، تتكلم عن امك وابوك بالشكل ده؟ ايه ده؟ هو انا هلاقيها منين ولا منين يا اخواتي؟ ده حتى العيال الصغيرين انقلب حالهم. لا ده انا ما بقاليش قعدت في البيت ده ابدا. على رأي ابو عفان، المركب اللي تودي. تعالى هنا يا محمد. نعم. كنت فين؟ وما تقوليش بعدين. تعال ادخل هنا. عايزني في حاجة مهمة؟ قال انا طبعا عايزك في حاجة مهمة. اقعد قدام مني. قعدنا يا ابو محمد، طلباتك. بقول كنت فين؟ امك قالت لي انك كنت عند علوان، بس للساعة دي بتعمل ايه بقى؟ بيزنس. ايه يا اخويا؟ شغل يا ابو محمد، شغل. مع شندي طبعا.
ما عادش حد بيرطم باللسان ويقول اللي قلتها دي إلا لما يحتك بشندي، مش كده؟ لا مش كده، وما تزعلش، ما هو حضرتك بتحتك بيه ومع ذلك ما بقتش ترطم باللسان. وعلى كل، ايه اللي عرفك ان في شغل بيني وبين شندي؟ لا، ده انا اللي اسالك، ايه اللي عرفك انت اني بقيت احتك بشندي؟ اللي قالك عني قال لي عنك يا ابو محمد. طب مش عيب تخبي عليا واسمع من بره؟ وانا كنت عاتبتك لما خبيت عليا وسمعت من بره؟ انا ابوك يا ولد، ولا ما عادتش المقامات محفوظه يا اخينا؟ اديك قلتها، ان كبر ابنك خويه، واحنا دلوقتي في حكم الاخوات. هو انا اجيلك من هنا تجيلي من هنا؟ ايه، اسمع بقى وما تنقرنيش. تحت امرك يابا، هو انا استجرى نقرك؟ بس انا بفرفشك، بطلعك من جو الدراما اللي انت عامله مع ام محمد. انت ايه بس اللي منرفزك؟ اول هام، انا خايف عليك من علوان، ده ظهر انه راجل قلعبان وخبيث وما عادش يفتح قلبه لحد. تاني هام، انا مش مطمن لشغلك مع شندي. من امتى؟ من ساعة ما اتدخلت معاه ولقيته مش سالك يا ابني. وايه اللي زنقك عليه؟ ما هو ابو عفان دايما يقول ايه اللي رماك على المر اللي امر منه. انا فلوسي في بطنه، والواد جرجرني وخلاني اتورط معاه في اوراق مضاني عليها عشان اضمنه بحكم وظيفة الميري بحجة انها ضمانات هيقدمها للبنك. ومضيت ليه؟ ها؟ اتكلم، رد يا صبري افندي، ايه اللي ورطك معاه؟ الحاجة وحشة يا محمد، بيحط قدام المبلغ من دول يلين الحجر، وطلبات امك واخواتك زادت اليومين دول الطقطقين وتلاتة، واديك شايف الدار دخلها حاجات عمرها ما شافتها، دقنا حاجات عمرنا ما دقناها، اتعودنا على حاجات مش عارفين نبطلها. وانا بقى انا مش عارف افك من شندي، مش واجب عليا برضه احذرك واوعيك يا ابو حميد. شندي بيه، افتح شنطتك، نفذ الأوامر. ايه هي الأرباح وصلت بسرعة كده؟ ده أنا لسه مسلمكم الفلوس من 3 أيام. لحقت؟ سوق العملة ماله منتعش اليومين دول يا مراد بيه؟ الله مش تنور. سوق العملة ما عادش لك أي اتصال بيه، وده المبلغ اللي سلمتهن من 3 أيام. رجع لكل واحد في الحارة فلوسه حالا، وإذا قمت بأي نشاط هتكون رقبتك هي التمن. ايه ده؟ رقبتي حتة واحدة؟ عندك حق تبقى مبسوط وبتضحك، بس أرجو إنك تاخد الأمور جد. الجماعة اللي فوق مش سهلين. اللي فوق اللي تحت، ما هو زي ما قلت يا مراد بيه، بصرف النظر زي ما قلت ما عادليش أي اتصال بسوق العملة. بس أنا أعرف. أيوة تعجبني. ما تيجي نتكلم على بلاطة كده ونلعب على المكشوف. انت تعرف اني بشتغل في العملة وهفضل اشتغل، واذا كنت زمان عايز وسيط ومحتاج لسنيدة، انا دلوقتي مستغني عن الطقم بتاعكم، ومتهيالي انك عارف الطقم الجديد ولا؟ يا شندي انت بتغامر بمستقبلك بحياتك كلها. بعد اللي شفته لقيت العملية تستاهل. الهبرة كلها بتروح لفوق، والفتافيت اللي بتحنوا بيها عليا ما بقيتش تكفي طلباتي الشخصية. ده في الوقت الحاضر، امال في المستقبل هيكون العمل ايه؟ اقول لها هي والعيال عشان عليك يا رب. طول عمرك وانت بتبص لبعيد وتحب تنط جامد، والتجربة القديمة ما علمتكش. الله الله الله، انت كمان عارف القديم؟ ما كفايه الجديد يا جدع. ما علينا، ما تقول لي يا مراد بيه، ايه السبب في اللي حصل ده؟ وايه اللي انتوا بتعملوا معايا بالظبط؟ ولا انتوا عاملين زي ابو عفان ما بيقول، زي القطة تاكل ولادها؟ انت السبب يا شندي، سبق وحذرتك، قلت لك ما تشتغلش لوحدك، ولو حبيت يبقى من جيبك. ولا لا سمح الله مديت ايدي على اللي في جيوبكم. صحيح انا نزلت السوق وما خبيش عليك، اشتغلت، بعت واشتريت وضربت، وانا عارف كويس ان عيونكم معايا وعليا، لكن مش هفضل طول عمري تابع، مش هفضل صابي مدى الحياة. عايز تبقى معلم، وبقيت، وكلها كام يوم وهتلاقيني هز السوق زي الكبير بتاعكم واكتر كمان. ايه بتبصلي مستغرب؟ مش مصدق؟ بكرة تشوف. مش هتلحق يا شندي. ايه هتطيروا رقبتي بقى زي ما قلتلي في اول القعدة؟ مش بالظبط. ما تحسس على رقبتك. امال هتعملوا فيا ايه؟
هنصفي الحساب كله معاك. حساب ايه؟ مبالغ المشروع القديم. امضي هنا يا شندي. ايه ده؟ ورقة مخالصة. بس انا ما استلمتش المبالغ دي. ثم انها فلوس الناس مش فلوسي. لا يا شندي، انت اخدتها. مش اصل المبلغ، دي الارباح. انت هتكذب وتصدق نفسك ولا ايه؟ الفلوس دي ما اشتغلتش، واحنا خليناك تاخدها عشان توزع الارباح اللي وعدت بيها الناس لاجل ما ننقذك منهم. فاكر؟ انا ما انساش حاجه ابدا. وما دمنا في جلسه تصفيه، اعتبر المبلغ وصل. صحيح انت ما وزعتش الارباح، حطيتها في مضاربه عمله، لكن دي مشكلتك. بس سعادتك تعرف ان فلوسي في السوق ومستحيل اقدر الماها، والناس فكرها ان المبلغ في الحفظ والصون، ولو اني صرفت نصه على القلاضيش والمزاج الشخصي. مش مزاج ولا حاجه، انما عده الشغل، المنظره والقباهه والايد السايبه. مش دي تعليماتكم؟ كانت تعليماتنا ايام ما كنت في ايدينا، لكن دلوقتي انت زي ما بتقول كبرت وما عدتش تحت الوصايه، ولا بقيت تاخد تعليمات من حد. يعني انتوا مرتبين كل حاجه عشان تغرقوني وتفضحوني في السوق وفي الحاره. ما سمعتش ابو عفان مره بيقول اللي عنده عينين وراس يعمل زي ما بتعمل الناس؟ عمرك أطول من عمري، كنت لسه هسألك ذات نفس السؤال. يا أبو عفان، يا أبو عفان، اتعلمت الخبث والكذب. اخصى عليك، جرالك ايه يا راجل يا طيب؟ لا 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 لا، اسحبها يا صابر افندي. الخبث الكذب انا يا ابو محمد؟ ايوه انت يا عثمان، وعلى رأيك قول له في وشه ولا تغشه. ولعلمك الخاص بقى، مش انا الواحد اللي بقول عليك كده، الدنيا كلها يا ابو عفان. الحارة يعني؟ الحارة بتاعتنا والحارة الجوانية، ولو لنا خلطة بالشارع كان زمان سمعتهم بيقولوا نفس الكلام. لا يا سي صابر افندي، ما كانش العشم انك تقول لي كده ابدا. وانا عملت ايه يا راجل؟ اتغيرت يا عثمان. ايه يعني؟ عشان لبست انضف وبقيت ابيع بضاعة مستوردة والباترينا شكلها حلو؟ ما بتكلمش على المظاهر. المظاهر في الحارة كلها اتغيرت، بقى فيها حاجات من الشارع، في اللبس، في الأكل، في الشرب. وبرضه مش ده المهم يا صاحبي، المهم النفوس اللي اتغيرت. الله، انت اللي بتقول الكلام ده يا ابو محمد؟ طب خليها تيجي من حد تاني. معزتك عندي بتخليني اقوله. اللي يحب حد يواجهه، ما بقاش في الوش مراية وفي القفا سلاية. ثم ايه عبارة خليها تيجي من حد تاني دي يا ابو عفان؟ يعني احنا بقينا كده في الحارة، الخلق كل واحد فيها يبص على التاني وينتقد عليه، انما يبص لنفسه لا. بقينا 2-2، وكل 2 يقعدوا مع بعض يتكلموا على غيرهم، ودول يقوموا ويجي غيرهم، اللي قالوه دول يقولوه اللي بعدهم. مش بذمتك يا صابر افندي، حالنا بقى عجب. مش فاهم معنى كلامك ايه يا عثمان؟ لا انت فاهم بس مطنش. ومع ذلك ما هو انت اتقلب حالك انت كمان يا ابو محمد، ما تبحلقليش كده. وعشان ما تزعلش، احنا كلنا اتغيرنا يا صابر افندي، لا عادل واقف ولا عادل ماشي، والمسائل اتلخبطت والعملية هاصت، وقول يا باصت. بصرف النظر ما ريحتنيش برضو يا عثمان. ربنا يريحنا كلنا، ولو انها مش هتحصل ولا تكون. حاكم المثل يا راجل قول لي، انا جاي لك في كلمة ورد غطاها. البيه فين؟ البيه انهون فيهم بقى، الكبير ولا الصغير؟ الكبير شندي والصغير النجل العزيز. كده اهو. مش بقول لك هاصت؟ وعلى العموم شندي بيه بقاله يومين غطسان، على فجأة كده سببه حميد بيه في المكتب، ووصاه يقوم بأعمال السمسارة بدل منه لغاية ما يرجع. وبعدين يا صاحبي خرج ولم يعد حتى ساعة تاريخه. أما البيه الصغير ما دخلوه الزبون يوحد الله، زهق من القعدة، تنه جايب ظرافها وسايب معايا المفاتيح وتنه ماشي برضه حتى ساعة تاريخه. غريبة قوي. وبعدين بقى يا دي الحيرة يا جدعان. ايه بتبرطم بتقول ايه يا سيدنا الافندي؟ زرعتها بطيخ لقيتها قرع. يا ريت يا ابو عفان، اهو ده الصنف اللي ماشي ولا عمره هيبور. امال مالك؟ قول لي يا اخي، يمكن اريحك برضه. وهم بيقولوا يوضع سره في اضعف خلقه. انا استاهل، بس يعني ايه يا جدع؟ اصل شند بيه
كان عاطلي وعده لاجل يعني. عارف، هو قال لك ايه على موضوع الفلوس؟ ما انا داخل معاك في اللعبة. امال هقف اتفرج على الناس كلها وهي عمالة تدخل في مشاريع وتقلب فلوسها في اشغال وانا ساكت؟ اهو برضه ربنا قدرنا على قرشين كنت حاططهم تحت البلاطة، حطيتهم معاه في عبارة المشروع اللي فات. قرشين ايه دول يا ابو عفان؟ ها، ما تاخذنيش في السؤال، احنا برضه اخوات ولا دي اتغيرت كمان؟ مش عايز تقول؟ ما تقولش. ايوه، كل واحد حر في ممتلكاته. وهخبي عليك ليه؟ هو انا عملت غلط؟ على رأيك ما انت عملت زينا كلنا. دول قرشين كانت سايباهم المرحومة في سرة ومأمناني أمانة مفتاحها إلا لما أجي أشور سميحة. إنما بقى الشيطان شاطر، مديت إيدي عليهم لقيتهم مبلغ مش بطال. ربك والحق استخسرت أسيبهم مركونين، قلت مفيش غير شندي يلعب بيهم في السوق. خير ما عملت والله. ما هو أنا برضه قالت لي سميحة، قالت لي مهر البت وشبكتها دخلت بيهم، مش كده؟ وده اللي انت شايل همه وقلقان عليه. مش بقول لك مفيش حاجة تخفى على محسوبك. طب والعمل دلوقتي؟ العمل عمل ربنا يا أخي، هادي احنا مستنظرين الفرج اهو. ما انا برضو قلبي وكلني على الفلوس بس بقاوح. انا بقى قلبي وكلني على حاجات تانية. ايه دي؟ عربية بوليس. الله، هي رجليهم خدت على الحارة اليومين دول ليه؟ الله، استنى يا صبر افندي، رايح فين؟ الولا قرقر جاي ناحيتنا اهو، يقول لنا ايه الحكاية. كلم بتوع المباحث يا صبر افندي. ادي اللي انا كنت خايف منه. يا ساتر استر يا رب. ولا يا قرقر، هما بيحطوا الكلبشات في ايدين صابر افندي ليه؟ مادام هيبات الليلة في الحبس يبقى لازم تاخدني اشوفه يا محمد، اطمن عليه، اعمل له اي حاجة. انا شفته واطمنيت عليه يما، وما سبتوش الا لما قضيت له كل طلباته. يعني ايه؟ يعني الصباح رباح، وبكره من نجمة هاخدك ونروح له سوا. لا ممكن ابدا، ده مستحيل. دي اول مرة صابر يبات فيها بره البيت، والمرة يا حسرة اللي يباتها بره البيت يباتها في الاسم يا اختي. يا لهوي، مش مصدقة ابدا. مش مصدقة انه اتقبض عليه؟ لا، ده انا شايفاه بعينيا دول من شباك المنظرة، وجاية انزل لقيتهم حطوه في البوكس وطاروا. كويس انك ما رحتيش على كل حال. امال انت عرفت ازاي يا ابني؟ هو عثمان قال لك؟ قرقر هو اللي كان مستني على باب الحارة، واول ما شافني قال لي، وهو الوحيد اللي راح معايا القسم، محدش من اهل الحارة عبرني. ايه؟ امال عثمان كان فين؟ لمحته داخل بيته، استنيته شوية، فكر انه راح يلبس او يدي لبنته خبر، لقيته غاب عليا، حتى هناك ما شفتهوش. والمعلم علوان كان قاعد يتنقر هو ومراته، محدش في الحارة بقى فاضي لحد، كل واحد بقى يقول يلا نفس. البركة فيك انت يا ضنايا، اديك وقفت جنبه، راجل في كتفه يا محمد. بس برضه صعبان عليا المنظر ده ابويا صاحب واجب، وما كانش يخلي حد في الحارة الا ما كان واقف جنبه في الشدة وفي الفرج. ليه ما حد سأل عليه حتى لما رجعت؟ اديكي شايفه اهو، ما فيش جنس نفر كلف خاطره وجه سأل. الدنيا تلاهي يا ضنايا، قلاش انت ابنه برضه، والله ما كنت سألت فيه ولا عبرته. الحارة اتغيرت يا محمد، بقى زيها زي أيها شارع من اللي كنا بنسمع عنه. يبقى الراجل ماشي جنب الراجل ما يسلمش عليه، والباب في الباب ما يعرفش ده مين جاره. ما علينا، انت تقومي دلوقتي تغسلي وشك، وبلاش الدموع والبكا دلوقتي. كلي لك لقمة انت والعيال عشان هننام بدري لاجل ما نقوم من نجمة. ده انا متهيأ اروح ابات على باب الاسم يا محمد. مش هتلاقيه هناك الصبح. ايه؟ امال هيودوه فين؟ من الفجر هيكون في النيابة عشان يفتحوا معاه تحقيق. الله، انت مش بتقول انك ما سبتوش الا لما قفلوا المحضر يا ضنايا؟ حصل. امال نيابة ايه بقى؟ هو في تحقيق تاني يا ابني؟ وتالت ورابع، هو اللي بيروح الحتت دي بيعملوا معاه غير كده. الله، هو كان عمل ايه صابر عشان ده كله يا اخواتي؟ حد خبص عليه يا ابني؟ حد وزع عليه؟ حطوا له في جيبه حاجة ممنوعات يا محمد؟ ده ولا كأنه قتل قتيل يا ضنايا. صابر افندي عمل حاجة زي اللي قلت عليها دي. لا يا محمد، لا، ما تقولش على ابوك كده ابدا، ده ابوك زي السيف عادل ما فيهوش عوجان ابدا، طول عمره ماشي بالاصول والدنيا كلها تحلف بكده. كان ياما كان. محمد، ايه يا واد الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟
انت عارف بتتكلم على مين؟ على ابويا صابر افندي اللي طول عمره نظيف وزي السيف اللي بتقولي عليه. انما العبره بالخواتيم يا ام محمد، واللي حذرته منه سابق اهو بيعاني منه دلوقتي. مش فاهمه حاجه. شندي ياما، شندي خده معاه في طياره. وماله شندي وماله طياره؟ ما هو اسم النبي حرصه في حاله، من داره لدكانته ومن دكانته لداره، وربنا بعته للحاره عشان يصحي الناس النايمين ويخلي القرش يجري في ايد الغلابه اللي ما كانوش يحتكموا عليه. ووراهم اللي عمرهم ما شافوه، لبسوا غير اللبس واكلوا غير الاكل، حتى الشرب بقى يشربوا حاجات مش عارفين لها اصل من فصل، حتى اساميها مش عارفين ينطقوها. اديك قلت اهو بعضمة لسانك يا محمد. هو اللي فتحها على الناس يا ابني، خلاهم يقبوا على وش الارض. ما كانش حد فيهم يستجرى يخطي الشارع، دلوقتي ما تلاقيش واحد منهم في الحاره. والاخر ايه اللي حصل؟ اهو محروس عبد العال مرمي في السجن، وابويا حصله. أيوه. كل ده من جراير مين؟ مش هو شندي؟ وبعدين راح فين شندي؟ راح فين؟ محدش عارف له قرار. من 4 أيام فص ملح ودان. وشندي ماله بس؟ انا على رأي ابو عفان، كل واحد متعلق من عرقوبه. هو يعني ضرب حد على ايده يا ضنايا؟ ضرب صابر افندي على ايده، استغل ظروفه وشخله بشويه فلوس ومضى على اوراق هو ذات نفسه مش عارف مضى على ايه. الله، يعني ابوك مضى على اوراق غلط يا محمد؟ في التحقيق اللي هتعمله النيابه هيبان الغلط من الصح. امال هم حاطين الحديد في ايديه وبقيتينه على برش من شويه يا ام محمد. كلمني انا يابا، قول لي ايه الحكايه بالظبط. ايه ما قلت لك ان طلعت بكفاله، واللي دفع لي الكفاله مراد بيه. ما اعرفهوش. اعرفه انا، ده اصله يا سيدي يبقى. لا، انا عايز الموضوع من اوله لغايه ما انت قاعد معانا دلوقتي. هو حمل كلام دلوقتي يا محمد يا ابني؟ واحده واحده عليه. اسكتي ياما، انت اصلك مش عارفه حاجه. اللي حصل ده مش شويه، ده انت لبشت الحاره كلها، بقينا عاملين في وسطهم زي الجربه، محدش طايق يهوب ناحيتنا. طب وليه الكلام المؤلم ده يا ضنايا؟ سيبيه يا ام محمد، ابني عنده حق، ولازم اقول له الموضوع من طقطق لسلام عليكم عشان يستريح، ويمكن يكون عنده حل يريحني. خير يا ابو عفان، مالك؟ ايه اللي بتعمله ده؟ الله، ما ترد عليا يا جدع، ايه العبارة؟ زي ما انت شايف كده يا معلم. انت بتفك الباترينا ولا ايه؟ هتغير تاني ولا ايه؟ اول هام انا مش بفك الباترينا. ايه سلامة الشوف يا علوان؟ ايه امال بتعمل فيها ايه؟ بكسرها، بدغدغها، الله، بخلص منها يا سيدي. ايه بتبصلي كده ليه؟ مش عاجبك ولا ايه؟ هو مالك يا جدع؟ ساهمت ليه؟ بتفكر في ايه؟ ابدا، بفكر في خلق الليل والنهار. ما سألتنيش على تاني هام. مالوش لزوم، انا اصلي مش عايز اعطلك، ومع ذلك انا اصلي كنت عند ابو نسب الجديد وجاي اقول لك مبروك يا ابو عفان وربنا يتمم بخير. بس على الله بقى ما تنسناش. انساكم في ايه؟ في الزف. الحاره وسعت لما كسرت الفاترينا وبابها بقى على البحري وبقت تستعمل حبايب 1000. عايزين الحاره بقى تتملي معازيم يا جدع. هو شندي بيه هيتزف هنا برضه يا سيدي المعلمين؟ امال فين يا هسي عثمان؟ في اجدع حته على البحر، حاجه من الحاجات اللي الواحد كان بيعدي عليها ويداري وشه من الكسوف. مطرح من المطارح اللي ما يخطوهاش الا بالماده الرسمي يا معلم. لبده وقفطان ولاسه ما تاخذنيش، ممنوع كده اهو. ناس مقامات يا اخي. الله، ولا هنفضل طول عمرنا على راي المثل اللي بيقول ما تكملش يا عثمان، ما تقولش حاجه، القول ضايع. الله، انت زعلت ولا ايه؟ هزعل ودي تيجي. سميحه بنت الحاره وفرحها يفرحنا، بس احنا كنا عايزين نقوم بالواجب اللي على قدنا يعني. انما بقى معلش، اديك معانا ونبقى نبارك لك تاني يوم بعد ما تروح العروسه للعريس، ومبقاش غيري وغيرك من المتاعيس. ها ايه انت ما بتضحكش ليه؟ خلي المتاعيس دي عشانك انت وغيرك، محسوبك خلاص. لا هيبقى له دعوه بالمتاعيس ولا بالحته اللي هم فيها. حاكم من جور الحداد يكتوي بناره يا علوان. الله، معناته ايه الكلام ده يا عثمان؟ انت هتقعد مع العرايس يعني 2-3 كده ولا ايه؟ هقعد معاهم على طول يا اخي. الله، يبقوا هيدخلوا هنا في الحاره
والله يا شيخ وملك عليا يمين، لو خدت خبر من بدري لكنت بنت لهم شقة مطرحين 3 ودهنتها بأجدع بوية زيت، وعملت لها بقى كده شبابيك آخر موضة بدل الشبابيك اللازق بتاعتنا دي. ايه ده؟ قلبك ابيض يا معلم علوان. ما هاني لو اعرف. طب وحياة ابو عفان انا رقبتي يا جدع والله. حاسب ايه الايمان اللي عمال تحلفها دي؟ ملوش لزوم الكلام ده كله يا معلم. شندي بيه ما تاخذنيش يعني، والست حرمه ما لدش عليهم السكنة هنا في الحارة، قام خد حاجة دورين كده بسلالم من جوه يا علوان، تدخل من مطرح تلاقي نفسك في التاني. فيلا يا ابو عفان زي بتوع المعلمين الكبار. دخلتها يا ابني كم مرة تهت فيها. اهو ده اللي حصل لي يا جدع، انا برضو تهت ما عرفتش راسي من رجليا. افتكرت الشبابيك ابواب وافتكرت الابواب شبابيك. بس على الله التوهة ما تاخدكش مننا يا ابو عفان، ما دمت بقى هتسيب الجمل بمحمل. حاسب لكم العنوان قبل ما امشي. اصل كلمة في سرك. سي شندي بيه ناوي على نية يعلم بيها ربنا، بس ما تجيبش سيرة لأهل الحارة الا النفوس اتغيرت دلوقتي وما بقاش حد يحب الخير لاخوه زي زمان. قول يا جدع سرك في بير. ناوي لك على ايه سي شندي بيه؟ هيفتح لي بوتيك. ما تستغربش. امال نازل تكسير في المدعوقة دي ليه؟ مش عايزها تفكرني بالذي مضى. اتارينا ما كناش عايشين يا جدع. دي الدنيا كبيرة قوي وواسعة قوي. طب تصدق يا علوان؟ قول يا عثمان قول. على قد ما لفيت مع شندي بيه واحنا بنجيب شبكة سميحة ما لقيت حارة سد غير حارة الأصول. احنا كنا طايقين العيشة فيها ازاي يا أخي؟ صبرت ونلت يا أبو عفان، عقبالنا. وهو شندي بيه هيسيبكم؟ أبدا. كلها كم يوم وتلاقي الدهب هنا متكوم في وسط الحارة، كل حي هياخد حقاته وزيادة شوية. فلوس ايه المتلتلة اللي مع الخلق دي؟ كأنهم بيغرفوا من بحر يا أخي. يعني مش هينوبنا منه ولو طرطيش؟ ده احنا نبقى على رأي البيه طيبين أكتر من لازم. لا يا شندي بيه، اسمع يا ابني، انا مش داخل دماغي ابدا انك تسيب مطرحك اللي كله فخفخه وبراح وتيجي هنا شقتي في الحاره عشان تريح اعصابك. طب قول الكلام ده لحد تاني، خصوصا بعد الكركبه اللي انت شايفها والمطرح مقفول بقاله مده. انت شايف ان حالتي تسمح بكلام كتير يا ابو عفان؟ ايوه بس اللي انت عامله ده مخلي فيه حاجات كتير في دماغي، خصوصا وانك داخل الحاره معايا كده في السر ومش عايز حد يحس بينا. الله، هو احنا سارقين سرقه يا جدع؟ لا يا ابو عفان، انا اصلي عايز اريح اعصابي عشان اشوف حل للمشكله اللي حطني فيها مراد والعصابه بتاعته. مشكله ايه يا جدع؟ قول اتكلم. وعلى راي المثل ما خاب من استشار. استشار؟ وانا ما لاقيش استشير الا انت يا ابو عفان. ايه؟ عدم المؤاخذه، الموضوع اصله كبير قوي، يوضع سره في اضعف خلقه يا اخي. وبدل ما انت مزنوق زنقه الابل كده ما تديني صراحة يمكن أقدر أعمل حاجة. إيه الدوشة دي؟ أنت رايح فين؟ اوعى تفتح يا راجل يا مجنون، اوعى تتحرك من جنبي. لا يظهر إنك هربان من الحكومة بقى. أنا ما أقولش كلمة وتنزل الأرض يا جدعان. إيه ده كله؟ هي ليا مقامت ولا إيه؟ إيه يا معلم اللي أنت عامله في روحك ده؟ كلمني قولي، افتح قلبك، ما تبصليش كده زي اللي مقتل لهم قتيل. زي ما تفرقش يا دلال. سيبت ركبي يا راجل. ايه اللي حصل؟ الناس بتوع الحكومة دول كانوا هنا بيعملوا ايه؟ وايه اللي خلاهم يدخلوا البيت شقة وأوضة؟ قول يا علوان. البيت خدته الحكومة يا دلال، صدرته. انا عملتها لعبة قلبت بجد، انكسر وسط يا دلال ولا كنتش داري بان اخرتها هتكون كده. ينقطع دراعي من هنا لو كنت فاهمة حاجة. بتقول ايه اللي بينك وبين الحكومة يا راجل؟ كل خير. امال مالهم ومال بيتك؟ ما هوش بيت يا دلال. يا لهوي، امال بيت مين يا علوان؟ البيت ده ما هوش بيتك ازاي؟ امال لما اتجوزتني كان بيتي، ولغايه شهر فات كان بيتي وباسمي وحجته معايا. يا ساتر يا رب. وبعدين ايه اللي حصل؟ شندي يا ستي. يوه، انت هتلخبط في الكلام ولا ايه يا راجل؟ ايه اللي جاب سيرة شندي به دلوقتي؟ ما انا كنت بايع له البيت مبايعه صوريه، يعني كده وكده. نفخك طق يا معلم علوان، يعني ايه كده وكده؟ عشان يطولني فلوس من البنك ادخل بيهم في مشروع. طب والحكومة مالها ومال البيت ومال شندي؟ انت نايمه على ودانك. معلوم نايمه على وداني. انت بتقول فيها يا علوان؟
هو لو ما كنتش نايمة على وداني كنت تعمل العملة السوداء من ورايا؟ مش وقت الحساب والعتاب يا دلال، سيبيني في النصيبة اللي فيها. مصيبة ايه بقى؟ ما تلم الكلام كده على بعضه وتفهمني. انت ما سمعتيش باللي حصل لشندي ولا ايه؟ ايه يا لهوي، مات؟ يا ريته كان مات وراح في 60 داهية. قالوا كنا عيطنا عليه ساعة وارتحنا، بدل ما هو هيجرجرنا كلنا للسجن. سجن ايه؟ قول يا راجل، لخلخت مفاصلي منك لله. شندي اتقبض عليه يا دلال. طلع حرامي عصباجي نصاب بيتاجر في العملة، والحكومة حطت ايدها على كل ممتلكاته وهم مشمعين كل حاجة بالشمع الأحمر. الحقني يا علوان، هقع من طولي، اسندني يا راجل. وانا قادر اسند نفسي. ايه مالك انت ومال المصايب دي كلها؟ ما هو نبني من الحب جانب. ازاي؟ بتقول كل ممتلكاته وفلوسه واللي حيلته واللي حواليه. صعبان عليك اللي ما يتسماش. صعبان عليا نفسي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. بعدين بقى ايه العبارة بالظبط؟ الله ما تقولي يا ولية في حاجة مخبياها. حاجة ولا كل الحاجات يا اخويا. صيغتي يا علوان، العلبة كلها يا اخويا باللي فيها، حتى الحتتين اللي كنت لابساهم استخسرتهم في نفسي وحطيتهم في العلبة. العلبة اللي عند اختك؟ العلبة اللي عند شندي من يومها خدها عشان المشروع برضو يا علوان. ايه ده؟ مساغت كله من ورايا يا دلال، من ورايا وانا قاعد هنا طرطور. ما فرقتش يا علوان، طلعنا احنا الاتنين زي بعض. انت بعت البيت من ورايا، وانا عطيته الصيغه من وراه. والعمل يعني كل حاجه راحت. اخرب بيتك يا علوان، اعمل ايه فيكي دلوقتي؟ قلتم معايا يا علوان. ما تستنيش في بيتك. ولك انت قلت بيتي؟ يمين معظم يا دلال، ما انت بايته فيه في ليلتك تعملي ده كله من ورايا. يقعد لك فيها تبيع البيت وانا هنا طيشه مش دريانه. وقبل ما الم حاجتي تعالى هنا اقعد حاسبني، مانيش متعتعه من هنا قبل ما اعرف اللي ليا. وانا هسيبك قبل ما اخد منك حقي ومستحقي. انت فاكراها ايه؟ وكاله من غير مواد. دي هاصت يا جدعان، ايه ده؟ مش ابو عفان برضه ولا انا مش شايف كويس؟ لا يا سي صابر افندي، هو ابو عفان. الله، وايه اللي مقعدك على باب الحاره كده يا راجل؟ عثمان بصلي ورد عليا. مش قادر ارفع وشي في وش حد يا سي صابر افندي. لا ما تقولش الكلام ده يا ابو سميحه. قوم من على الارض، هات ايدك يا عثمان. مش قادر اقوم يا ابو محمد. طب اتساند عليا. مش قادر اقوم من جنبها، مش هاينه عليا بعد كل اللي عملته فيها. ورجعت لقيتها مستنياني في مكانها مطرح ما سبتها، هي اللي فضلالي. انت بتقول ايه وبتتكلم عن مين؟ انا مش شايف حاجة. ولا يكون مخك طاق يا ابو عفان؟ مخي كان طاقي ورجع زي ما كان، زي اول زي تاني. امال مين اللي انت بتحكي عنها دي؟ الباترينا يا سي صابر، دغدغتها وكسرتها واتبطرت عليها، ورحت المشوار البعيد ورجعت لقيتها قاعدة مطرحها. وأول ما شافتني وشفتها خدتها بالحضن وبست كل حتة ايدي اتمدت عليها بالقسوة والندالة. اللي انكسر يتصلح يا أخي. قوم، الدنيا هتليل وبكرة طالع صبح جديد ترجع فيه اللي كان. قوم روح بيتك، زمان بنتك قاعدة لوحدها، هي أولى بيك تكلمها وتواسيها. باين عليك ما كنتش هنا طول النهار وما تعرفش اللي حصل. عندك حق، أنا طول النهار محجوز في النيابة على ذمة القضية الجديدة. قضية جديدة لشندي؟ لا، دي العصابة التانية، مراد والبهوات الأكابر اللي معاه. مع إن ما لحقتش أقعد معاهم لبسوني جناية زي ما طربقوها فوق دماغ الواد شندي. إيه؟ هما اللي طربقوها فوق دماغه؟ أمال يا صاحبي، ما هو لما طلع من إيديهم وعمل شغل لنفسه وابتدى يبقى له اسم في سوق العملة، سابوه يخبط خبطة والتانية لغاية ما افتكر روحه حاجة، سحبوا البساط من تحت رجليه وقع على جدور رقبته. ازاي؟ حطوا في طريقه $250,000، اشتراهم من واد من بتوعهم، ويدوب خد المبلغ وورده التاجر من قلاضيشه إلا وكانوا مبلغين عنه. ظبطوا المبلغ لقوا فلوس مزورة، عملة مزيفة، وهو اتمسك من هنا وانكشف المسطور والفضايح ظهرت. والبقرة لما تقع تكتر سكاكينها. وحب يرد الجميل لمراد،
وقال لك عليا وعلى أعدائي طقاشوا في بعض. اختلفوا الحرامية وظهر المسروق. بس الأكادة يا عثمان يا أخويا، وأنا في النيابة وعمالين يحققوا معاهم ويعصروني واللي زيي. البيه الكبير اللي بيلاعب دول ودول كان رايح وجاي ولا حد قدر يثبت عليه أي حاجة. إزاي يا أخويا؟ معرفش. ما هو المثل بيقول قبل ما تحكي أمثالك، إيه اللي حصل في غيابي؟ أم محمد الله يكرمها خدت سميحة وراحوا يصالحوا الست دلال حاكم المعلم علوان. عارفها دي من امبارح، وكنت ناوي اطلع من النيابة عليه عدل لاجل ماخده ونروح نرجع المية المجاريها. لا، ما يجيبها اللي حارمها. ايوه كده يا عثمان، اضحك وفرفش، ملعون ابو الدنيا. يلا قوم بقى. اروح فين؟ الشقة ومتشمعة من ساعة ما الحكومة كبست على الواد اياه وهو مستخبي فيها، ومشمعين المطرح اللي كان محضره لاجل ما يتجوز فيه سميحة. ولما لقيت نفسي انا والبت مطاريد ملناش متوى، جينا على هنا. ام محمد خدتها عندها الله يكرمها، وانا ما لقيتش غير الباترينا قعدت جنبها. قاعد تعمل ايه؟ قوم يا ابو عفان. قاعد اكلمها وترد عليا، استأسف لها واطلب منها تسامحني. ايه، سيبني متداري يا سي صابر افندي، الله لا يسيئك. مش عايز حد في الحارة يشوفني. وهي الحارة عاد فيها حد يا ابو عفان؟ البركة في الشباب الجديد بقى يا سي صابر. يظهر ان احنا خلاص راحت علينا، ضعنا وضيعنا شندي منه للذي خلقه. صباح الخير يا أم. صباح الخير يا ضناي. الله، جرى يا واد، مش تصبح ولا ما انت شايف؟ صباح الخير يا محمد. انا نازل. اخصى عليك يا محمد، البنية بتقول لك صباح الخير يا ابني. احنا قايلين ايه امبارح؟ مش عافى الله عما سلف واحنا ولاد النهارده. قومي يا سميحة، قومي اقعدي في الطريق. تعالى هنا. اصلي مستعجل. يعني مستعجل على الديوان يا خي؟ قومي يا سموحة، ما تكسفهاش بقى، دي ضيفة عندنا، دي اصول برضو يا ابو حميد. اصول. وبعدها لك يا محمد. سيبيه يا خالتي، محمد عنده حق، وانا عارفة انه ما بيروقش في يوم وليلة، واللي حصل مني خلاص مش عايزين نقلب الماضي، عن اذنكم. متصربع على ايه يا محمد؟ رايح النيابة اطلع امر عشان نفتح الدكان اللي شمعوه ده، عشان ابو عفان يقف فيه بدل الباترينا المدغدغة اللي على باب الحارة دي، واشوف المحامي عمل ايه في قضية ابوي. وما تنسوش ان كلنا معزومين على الغدا عند المعلم علوان. مش ناسين يا ضنايا، وانت من غير شر هتنزل من هنا وهاخد سميحة وهروح لدلال نساعدها. الناس لبعضيها يا ضنايا، ولا لحقنا ننسى؟ اوعى كده يا جدع وانت عامل زي فرع لوز. بساعد ابو عفان، اشمعنى الخلق دي كلها؟ روح انت يا واد شوف لنا الغدا، عصافير بطني بتصوصو يا جدعان. خلاص يا معلم هانت، مفيش غير حاجات بسيطة والدكان يجهز من مجاميعه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حط معاه محمد. ياه، كل ده شايله لوحدك يابا؟ سيبها لي انا. برضه نشفت دماغك ورحت جبت البضاعة دي كلها يا صابر افندي؟ كل واحد بايده يا ابو عفان. ايه يا عثمان، واقف ليه كده؟ بتبص هناك ليه؟ ايوه الباترينا يعني عايز. سيبها زي ما هي مكسرة مدغدغة، عشان اي واحد في الحارة يشوف الحطام يتعظ وما ينساش نفسه. خليها كده عبرة للي رايح واللي جاي. وانا عند قولك يا ابو حميد. السلام عليكم يا رجالة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اي خدمة يا سيدنا؟ الاقيش عندكم مطرح فاضي؟ مين حضرتك؟ قصدي اسمك كريم. شندي. شندي تاني؟ هو احنا لسه يا دوب خالصين من الاولاني، تجينا انت؟ يحرم علينا شندي، اي شندي يعتب برجله حارة الاصول. كنا معا في سر الحارة. بطولة جمال السنوسي في دور عثمان، أحمد أبو العينين صابر، خميس عبيد علوان، سيدة الرمح الأم، كريمان عطية دلال، حمدي أبو العلا محمد، فاتن رجب سميحة، عصام أبو سيف مراد، سعيد عبد النعيم شندي الجديد، وسعيد حسني في دور أرقر.
قام بدور شندي نبيل خالد. الهندسة الصوتية عزة أبو شادي ونور الهدى السيد. سر الحارة تأليف دكتور محمد بشير صفار. إخراج خالد منيب.